بتدور احداث مسلسلنا في الماضي وقت ما كانت لسه كوريا بتحكمها الملكيه والمؤامرات. بيحكي ملخصنا عن بنت شاطره جدا في انها تجيب لاي حد مصايب خصوصا لنفسها، وبسبب اخوها بتقع في دين كبير مش بتكون عارفه تسدده ازاي، لكنها بتلاقي طريقه بس بتوقعها في مصايب كتيره، وبيقع في حبها امير القريه اللي ما تعرفش انه امير، لكنها كانت بتحب شخص تاني بيحتقرها ومش بيفكر فيها. يا ترى هتكمل مع اللي بيحبها ولا واحده فقيره زيها مش هيكون لها مستقبل مع الامير؟ هنشوف لما نبدا الملخص ده سوا. يلا بينا. بيبدا ملخصنا مع مجموعه من مهربين المشروب في النهر، وبتشوف واحد اسمه شيم بيشتري المشروب من الاعور، وكان مبسوط جدا لانه قدر يدخل المشروب بعد الحظر الطويل ليه، وعشان نعرف سبب الحظر ايه هنكمل سوا شويه صغيرين. المهم بيسلم الاعور المشروب للشيم، ومن بعدها محدش بيعرف حصل ايه، بس انتوا عشان متابعينا الجامدين اللي بيعملوا لايك للفيديو هقول لكم بعدين. تاني يوم الصبح بنشوف بنت اسمها روسو في الغابه، كانت بتقطع الاشجار وبتحولها لخشب، بعدها بتشيله على ظهرها للمدينه عشان تبيعه. بنعرف انها كانت من الطبقه النبيله زمان، لكن حصلت حاجه بسببها عيلتها فلست، وفضلت هي واخوها من العيله بس، وبقوا مسؤولين عن نفسهم. عشان كده روسو بتشتغل ليل مع نهار اي حاجه، لدرجه انها قبلت تدور لخادمه على خاتمها في الطين مقابل مبلغ 20 يوان. كان وقتها مبلغ كبير فعلا، بتقدر تلاقيه وبتاخد الفلوس من الخادمه، بعدها بتروح للنهر تغسل لبسها وترتاح شويه. بنروح للمينا وبنشوف شاب اسمه يونج واصل مع الخادم بتاعه وهو شوان اللي بيحذره ان القريه دي كلها حراميه. بنعرف ان يونج جاي عشان اختبارات القصر والتعيين فيه، لانه نجح يكون مفتش شرطه، وباقي اخر اختبار في القصر. بينزل هو وشوان من المركب، لكنه بيتعرضوا للسرقه وبيقدروا انهم يمسكوا الحراميه ويرجعوا فلوسهم. بنرجع للسوق وبنشوف راسو بتبيع الرز، لكن بلطجي اسمه ماك بيضايقها وبيسرق فلوسها، فهي بتتخانق معاه علشان ترجع الفلوس، وبتقوم خناقه بينهم. يكون يونج وقتها معدي وبيسمع اللي حصل وبيستغرب ان القريه كلها حراميه فعلا. المهم بيدخل الخناقه وبيحاول يفض بينهم، لكن راسو مش بتخلي لماك، بتضربه وبتقطع له شعره، ويونج مش بيكون مصدق ان في بنت بتتعامل زيها كده، وبتقدر انها ترجع فلوسها، لكن ماك بيتوعدها انه هينتقم منها. بعدها بتروح لصاحبتها جيم اللي كانت خادمتها زمان وحاليا بتشتغل ممرضه. بنعرف ان جيم بتساعد يونج انها تشتغل وتصرف على نفسها، لكنها كانت معترضه على عنفها مع الناس، لان اكيد في يوم هتتعرض للضرب ومحدش هيلحقها، كل ده عشان تصرف على اخوها سونج. بترجع روسو البيت بعد يوم شغل طويل، وبتشوف اخوها بيذاكر الاختبار بكره اللي هيتم في القصر. اما عند يونج كان بيذاكر هو كمان، بس روسو ما راحتش من باله، وكان مستغرب ازاي في ستات بالعنف ده. تاني يوم في القصر كل الطلبه كانوا متواجدين للاختبار، واللي بيختبرهم هو السكرتير الملكي ليشي. بيبدا الكل الاختبار وبيستنوا النتيجه اخر النهار. بعد الاختبار بيقابل سونج اخو روسو شخص، واللي بيقول له انه عنده حد بيبيع له امتحان بكره، وبياخده الحانه وبيخليه يلعب على انه ياخد الامتحان. بالليل كانت نتيجه الامتحان ظهرت وراحت للملك، واللي اخد اول 3 مراكز كانوا احفاد شيوخ المجلس الملكي، يعني من الاخر واسطه. اما الرابع كان ليونج اللي كان قاعد زعلان لانه من عيله بسيطه، ولو كان من عيله غنيه كان زمانه طلع الاول. تاني يوم كل الطلبه بتروح القصر وبيقدم لهم ليشي مشروب بمناسبه نجاحهم. الكل بيبدا يشرب الا يونج اللي بيحس ان في حاجه غلط، لان الامتحان اصلا كان عن طريقه جديده لحظر المشروب، فازاي الملك بيهديهم مشروب وهو حظره اصلا؟ عشان كده بيرفض يشرب، وبيسالوا ليشي عن السبب وان دي مخالفه لاوامر الملك، بس هو بيقول له انه حاسس ان الاختبار لسه ما خلصش، وبيشرح له وجهه نظره. فعلا بيطلع تخمين يونج صح، وهو الوحيد اللي بينجح وبيتولى منصب المفتش في القصر الملكي. بنعرف ان دي كانت خطه من الملك وليشي عشان ينجحوا اللي يستحق بس، ويبعدوا احفاد المجلس عن القصر واللي عايزين يتدخلوا في شؤون الملك بالفساد. نجح ليشي في خطته وتعين يونج مفتش خمور. في القطر بنشوف جون ولي العهد وهو بيتدرب على الرمايه، بتروح لوالدته تشوفه، بس الظاهر انه مش بيحبها، وهنعرف ليه كمان شويه. بعدها بيرجع جون للاوضه وبيطلب من خادمه شونج يخرجه زي كل يوم، وطبعا بيخرج متخفي عشان محدش يعرفه، لان الخروج ليه ممنوع اصلا. نروح لبيت سونج واللي بيرجع لاخته بخيبته، لانه بدل ما بيشتري الامتحان بيرجع مديون لواحد لماك، وراسو بتقرر تاخد سند الدين وتروح لماك، وبتعرف مكانه وبتشوفه وهو بيضرب شخص، بس ما كانتش تعرف انه نفس الشخص اللي ضربته قبل كده. فقبل ما بيشوفها بتهرب بسرعه، لكنها بتشوف ورايح مكان وبتمشي وراه. بيخبط على بابه وبيقول كلمه السر وبيدخل. بتروح هي تعمل زيه وبتكتشف انه بار في السر. بتلاقي مشروب كتير، وطبعا لو اتمسكوا يومهم مش معدي. بتشوف ماك وهو بينقل فلوس المشروب، وبتطمع تاخد منهم شويه، فبتقعد تشرب في المكان، بس بتلاقي ثمن المشروب غالي. بترفض تاخده، بس بيظهر الامير يونج وبيشتري لها المشروب. طبعا محدش يعرف شكل الامير اصلا، عشان كده بيتحرك عادي، وهو قاعد معاها بيسمع 2 على الترابيزه اللي ورا وهم بيتكلموا على والدته وبيتهموها بقتل الامير سان اخو جون الاكبر، واللي كان من الملك اللي اتقتلت برضه. وبنعرف ان جون ابن محظيه الملك، يعني غير شرعي، وممكن لو الملك خلف من مراته الجديده ولد يكون ابنها الشرعي هو ولي العهد.
جون يطير، عشان كده بيكره امه وما صدق انها قتلت اخوه لانه كان بيحبه جدا وحنين عليه، وهي حرمته منه. من عصبيته بيقوم يضربهم، بس بعدها الشرطه بتهجم على المكان، الكل بيهرب وعصابه ماك كمان بعد ما اخدوا الفلوس، بس بيسيبوه شويه وراسه بتقدر تاخدهم. الكل بدا يهرب والشرطه وراهم. في الوقت ده كان سوان بيزف يونج على حصان عشان طلع الاول، بس جون بيسرق حصانه وبيهرب بيه، وبيقع يونج على روسو اللي بيفكر انها مع جون، واتفقوا على سرقه حصانه. وبيحلف يونج انه لو شاف جون تاني هيقطعه. بترجع روسو بيتها بعد ما خسرت الفلوس وبتلاقيه متبهدل، وبتعرف ان ماك بدا يهدد اخوها بالقتل لو ما دفعش المبلغ. بتنهار روسو مش بتكون عارفه تعمل ايه. عند الملك بيعرف ان ابنه خرج من وراه وشرب كمان، وبيقترح عليه ليشي انه يحرم المشروب تماما بدل الحظر عشان الناس تخاف اكتر من المشروب. والسبب اللي خلى الملك يحظر المشروب هو كالاتي: المشروب بيتصنع من الرز الابيض المتخمر وبيحتاج كميات ضخمه لعمله، وطبعا ده بيقلل الرز في الدوله واللي هيؤدي لمجاعه، وعشان الملك يمنع نقص الرز حرم المشروب في الدوله. نرجع لراسو اللي كانت بتفتكر ذكرياتها مع باباها وهو بيعلمها تصنيع المشروب، وبتقرر تقوم تعمل جرة مشروب عشان تبيعها وتسدد دين اخوها، وما كانتش دريانه بالقوانين الجديده في البلد واللي حرمت المشروب، واللي هيصنعه ملوش غير الاعدام. تاني يوم بنشوف يونج عند بيت راسو لانه هيأجر الاوضه الخارجيه اللي حاطه فيها المشروب بالمناسبه لانها ارخص من اي مكان تاني عشان فلوسه قربت تخلص. لما بتعرف راسو من اخوها الخبر بتخاف وبتجري على البيت تلحق يونج قبل ما يفتح الاوضه، وبتقدر فعلا انها توقفه قبل ما يفتحها. بنشوف يونج قاعد في الاوضه بعد ما راسو نظفتها، وبيفتكر وصيه باباه ليه انه يبعد عن الطبقه الفقيره عشان خاطر يحافظ على وظيفته. بيكون متضايق لانه مش حابب يقعد عند راسو لانها هتبدل اخلاقه، ويونج مثال الموظف المثالي. بنشوف راسو بتحضر الفطار ليهم وبتقعد معاهم، لكن يونج بيعترض لان الستات مش بتقعد مع الرجاله على الاكل، بس هي بتقول له لو عجبك خليك قاعد جعان، فبيضطر انه يقعد ياكل عشان يخلص. بعد الاكل بيغير لبسه عشان يروح الشغل، وبتتصدم راسو لما بتعرف انه مفتش مشروب، يعني الشرطي في بيت الحرامي هيحصل ايه؟ تابعوا معانا. بعد ما بيمشي بتدخل راسو الاوضه وبتحاول تخبي المشروب باي شكل، اما يونج بيوصل القصر وبيتعرف على الامير، وبيتصدم انه جون مش بيقدر ينطق بعد اللي عمله فيه امبارح، لكن جون مش ناوي يقعده في منصبه يوم واحد. نرجع لراسو اللي استدعت جيم وعرفتها انها صنعت مشروب واقترحت عليها يبيعوه ويقسموا فلوسه بالنص، ورغم خوف جيم الا ان الفلوس اغرتها. نرجع ليونج اللي راح يحيي ليشي بعد استلامه العمل، وبيتمنى له ليشي انه يكون زيه ويحافظ على النظام مهما كان هيعادي مين من الدوله لو الملك نفسه. بالليل بنشوف راسو وهي بتبيع المشروب مع جيم. كان وقتها يونج في البيت بيحاول يسخن ميه، بس كان هيكتشف المشروب واللي عارف ريحته كويس، لكن راسو بتلحقه في اخر لحظه وبتنقذ نفسها. نروح لشيم وهو بيعذب الاعور لانه بيبيع الخمور في منطقته، وبنعرف ان شيم مسيطر على بيع المشروب في القريه وبيقتل اي حد يحاول يبيعه غيره، وماك شغال لحسابه. بيخلص شيم على الاعور وبيرميه في النهر. اما روسو بنشوفها في الغابه بتخبي المشروب عشان يونج ما يكشفهاش. عند الامير جون قابل كبير المفتشين كيم ووصاه انه يتخلص من يونج مقابل ترقيته. نرجع لروسو اللي راحت مع جيم يبيعوا المشروب لصيدلي اللي فتح الصيدليه صوره طبعا لبيع المشروب، ولما بيدوق مشروبها بيطلب منها تجيب له كميات اكبر. عند يونج كان كيم بيجبره يشرب عشان ينضم ليهم، لكنه بيرفض لان دي خيانه للملك، ولانه بيرفض بيعلقوا كيم في شجره في الغابه وبيسيبه لوحده. ولحسن حظه كانت روسو هناك بتنقل المشروب وفكته واخدته وروحوا البيت. تاني يوم بيرجع الشغل، لكن كيم مش بيرضى يوزعه على منطقته الا لما يشرب زي ما طلب منه، لكن يونج بيرفض برضه، فبيديله تحدي جديد وبيقول له لو مسك 5 من تجار المشروب هيقبل بيه في الفريق. فبيروح يونج للاسم وهو بيفكر هيعملها ازاي، وبيطلب مساعد العسكري هوانج. في الصيدليه كان شيم مستني روسو اللي جايه بالمشروب لان الصيدلي بلغ عنهم طبعا لشيم. وقتها كانت روسو في طريقها لهناك، لكن شافت الشرطه بتفتش السوق فهربت بسرعه، لكنها خبطت في بنت نبيله كانت بتسرق مشبك شعر واتهمتها صاحبه المحل ان هي اللي سرقته، لكن روسو قالت ان مش هي اللي عملت كده. الاتنين حلوا الموضوع ودي، بس كل واحده منهم عرفت التانيه مخبيه ايه. نرجع ليونج اللي بيعرف اخر الاخبار من شوان اللي شغاله جاسوس، واللي قدر يعرف ان في صيدلي في القريه بيبيع المشروب على انه علاج. هجم على المكان، ولحسن حظ روسو ما كانتش لسه وصلت، بس الشيم هرب من المكان قبل ما يقبضوا عليه. رجع يونج الاسم وسجل اول واحد ليه. بنروح للبنت اللي سرقت في السوق وهي هانا، وبنعرف انها بنت وزير الحرب ومتضايقه لانها مش بتقدر تخرج من البيت، لدرجه ان باباها بيجيب لها صور للاماكن اللي نفسها تروحها وخلاص. تاني يوم يونج كان بياكل مع روسو والباقيين وبيحكي عن بطولاته في القبض على الصيدلي الغشاش، بس روسو كانت متضايقه منه وخايفه يكشفها وبتحاول تضايقه عشان يمشي من المكان. بس روسو بتجيلها فكره لبيع المشروب، وهي انها تصنع عربيه متنقله لبيع المشروب، وبتعملها فعلا بمساعده جيم اللي جراها معاها في كل مصيبه. بيبداوا تاني يوم ببيع المشروب وبيحطوا خطه للهروب لو اتقبض عليهم. عند جون كان بيحلم باليوم اللي اخوه اتقتل فيه، وبيصحى مفزوع من النوم وبيطلب من الخادم يخرجه يشرب، لكن الخادم بيرفض، فبيخرج هو لوحده من وراه.
وراها. عند يونج وصل له خبر الحانة المتنقلة وقدر انه يقبض عليها. اما روسو كان شغلها ماشي تمام والبيع مستمر لحد ما اعترضها رجالة شيم عشان بتبيع المشروب، لكن وصل جون في اخر لحظة انقذها منهم وطلب منها تبيع له المشروب مقابل اللؤلؤ. بيوصل يونج متأخر للمكان بس بيعرف ان الحانة كانت هنا. بنشوف روسو قاعد مع الامير وبيشربوا وبيعزمهم على المشروب على حسابهم كمان، بس طبعا ما قالش انه الامير وعرفهم انه تاجر. بترجع روسو بعد فترة للبيت وبتتفاجئ ان يونج لسه صاحي، واللي بيسألها كانت فين الوقت المتأخر ده. بينصحها انها ما تتأخرش بره لان الجو خطر، وهي بتحمد ربنا انه مشكش فيها. بنشوف يونج بعدها بيقبض على اكتر من بائع شراب، وفي واحدة اسمها اونا بنشوفها بتجهز مخزنها للمشروب. بتعرف انها شغالة مع شيم وعرفته بموضوع الحانة المتنقلة وانه لازم يخلص منها بسرعة لان الكل بيشكر في نوع مشروبها. تاني يوم بيروح شيم لقائد الشرطة وبيطلب منه يقبض على صاحب الحانة. بنعرف ان شيم راشق قائد الشرطة عشان يقدر يبيع براحته في القرية، وطلع القائد فعلا حملة للقبض على صاحب الحانة. بيزعل يونج لان مش باقيله غير واحد بس وينفذ شرط كام. عند روسو بتجهز هي وجيم للخروج من الحانة وما يعرفوش ان الشرطة مالية القرية. لا وكمان يونج قرر يخرج بفريقه هو كمان، والشاطر اللي يلحق يقبض عليها بقى. بتخرج روسو وبتستغرب من هدوء القرية، بس بعدها بتتفاجئ برجالة ماك بيطاردوها وبتقابلهم الشرطة من الناحية التانية. مش كده وبس، ده حظها كان عسل خالص لان فريق التفتيش بقيادة يونج هو كمان كان وراها، وبعد جري وفرهدة وقعت في ايد يونج اللي كان لسه هيكشف وشها وركز في عينها جدا وحس انه يعرفها. وقبل ما يشيل الشال من على وشها رجالته وصلت اللي شتته انتباهه، ووقتها روسو قدرت تهرب تاني، بس هو كمل وراها للاخر لحد ما مسك كيس الفلوس اللي كانت على ظهرها. من حظها الوحش انها اتقطعت وضاعت كل الفلوس اللي جمعتها. اما يونج فوقع على كنز وهو مخزن خمور شيم اللي كان تحت الارض ومحدش يعرف مكانه. بنشوف يونج وفريق الصبح وهم بيرموا كل الخمور. كانت روسو بتتابع من بعيد وهي زعلانه وبتتفق مع جيم انهم لازم يطردوه من البيت فورا. اما شيم لما بيعرف باللي حصل بيتعصب وبيطلع غضبه في ماك وبيضربه لانه بدل ما يقضي على الحانه قضى عليه هو. اما يونج فبيرقوه لمجهوده الكبير، ولما الامير بيعرف بيتعصب على كام لانه طلب منه يتخلص منه مش يديله شغل يرقيه، وبيأمره يشوف له مصيبه تانية يتخلص بيها منه. اما في بيت روسو كانت واقفه من ورا الباب تراقبه وتعرف لو ناوي على ايه لسه ليها. ووقت الغدا بتبعد اكله عن اكلهم، ولما بيسأل ليه بتقول له لانك مش بتحب تاكل مع الستات، وبما انك الوحيد اللي معترض عليا يبقى تاكل لوحدك. بيتضايق يونج من طريقتها لكنه بيفضل يبعد عنها. بعد شويه بيوصل عندهم ماك وبيهدد بقتل سونج، ولما روسو بتدافع عن اخوها بيقول لها انه هياخدها عبده مقابل الدين. بيقول لها كمان ان حياته اتبهدلت من وقت ما قابلها وقطعت شعره. بيطلع صك عبوديه وبيديه لسونج عشان يمضي عليه بانه هيبيع اخته ليه عشان تكون من العبيد. ويونج بيقوم فجاه والكل بيفكر انه هيعمل حاجه، بس بيدخل جوه وبيسيبهم. وبتزعل روسو اللي بتدافع عن نفسها قدام ماك، واخوها بيحاول يحميها عشان ما ياخدهاش ماك، الا ان يونج بيرجع وفي ايده قوسه وسهمه. بيسلمهم لروسو وبيعلمها ازاي تضرب على ماك. بيقولها وفقا للقانون لو قتلتيه فمش هتاخدي فيه ساعه لانه هيكون دفاع عن النفس. بتبدا روسو تنفذ كلامه، كانت خلاص هتقتله الا انه ماك هرب وخاف لا تقتله بجد. اما يونج بعدها بيهديها وبياخد منها القوس. بالليل بقى كانت روسو بدات تعجب بيونج وفضلت متنحه له وهو مستغرب هي بتبص ليه عشان تكسر الحرج. بتشكره على اللي عمله معاها وبتقول له كمان انه مش لازم يشوف مكان تاني ولا حاجه، شكل كده الاتنين هيتصالحوا. تظن انه ممكن يحصل؟ طب تابعوا يلا عشان تعرفوا هيحصل ايه. بعدها روسو بتروح تقابل جيم، بتعرفها انها مش هتطرد يونج، فجيم بتقول لها شكلك حبتيه وخلي بالك من نفسك. طبعا روسو بتنكر وبتقول لها خلينا في شغلنا، وبتحط خطه جديده للبيع. عند يونج كان بيقدم تقريره الكام عن مخزن الخمور واللي بيقطعه كل لما بياخده، ولما هوانج بيجيب رسم للشخص اللي كان مع روسو وهو الامير طبعا لما كان بيشوفوه بياكله. بيستغرب يونج من اللي عمله وبيحاول انه يطلع، بس كان بيكون بهدله خالص. في السوق بنعرف ان في عيد عندهم والكل بيصنع الفوانيس للاحتفال. اما روسو وجيم كانوا بيتفقوا انهم يبيعوا للاغنياء، بس كانوا واقفين جنب محل ملابس بتشتري منه اونا، واللي سمعته قررت بطريقتها تعرفهم انها غنيه عشان تجرهم لعندها ويبيعوا لها المشروب. فعلا السمكه بتبلع الطعم وبيعرفوا هي مين وانها غنيه. عند يونج كان بيحاول يجمع الصوره بس بلا فايده. بعدها بيجي لهم خبر ان صاحب مخزن الخمور سلم نفسه، ولما يونج بيروح يشوفه بيعرف ان في حاجه وانه مش المجرم الحقيقي، وبيقرر يرجع للمخزن يحقق شويه يمكن يوصل لدليل. في الوقت ده كان في شخص بيهرب في الغابه بيرمي على يونج سهم يكعبله وبيقدر يشوف وشه، بس بيعرف انه من قريه جنبهم وهي كوانج. بيستغرب اللي جابه هنا لكن الشاب بيهرب منه قبل ما يعرف حكايته. تاني يوم بيقدر يونج انه يحصل على رسم ليه. في القصر بتعرف والده الامير جون ان الملكه الصغيره حامل، وطبعا كانت متضايقه جدا وبتدبر لها في مصيبه. بتعرف ابنها باللي حصل وبيسالها لو ناويه تقتله زي سان. بتزعل منه الام لانه مش مقدر اللي بتعمله علشانه، وكمان بيسمع اشاعات عنها وبيصدقها وبتقعد تعيط. لما ليشي بيشوفها بتعيط وزعلانه بيقول لها تلم الدور والا هيطردها من القصر لانها مجرد محظيه للملك. نروح لروسو اللي قابلت يونج ووراها صوره الشخص اللي رسمه. سالها لو شافته قبل كده لكنه بتقول له ما تعرفوش، وبترجع البيت تصنع الفوانيس للاحتفال
وبتصنع واحد ليونج، وده معناه انها بتتمنى له حياة سعيدة وبتحبه. بالليل بيكون الكل في الاحتفال بما فيهم يونج وهوانج وكمان الامير وخادمه. عند يونج كان بيحاول هوانج يقنعه يلاقي له بنت حلوة ويقع في حبها ويقضي معاها اليوم. بيقابله بعدها الامير واللي بيتخانق مع يونج عشان يقدر يهرب من الحرس، وبيقدر فعلا وبيقول للخادم يركز في شغله لان الامير هرب منه. بيسيبه وبيطلع يجري وراه وهو خايف. في الوقت ده كان شيم عرف ان في حد بيبيع المشروب غيره، وعند راسو وجيم بيروحوا البيت اونا ومش بيلاقوها، فبيرجعوا للاحتفال مع الناس. اما الامير كان ماشي وبيخبط في هان اللي كانت هتقع وبيلحقها وبتقع في حبه. اما الامير بعد شويه بيقابل راسو وبيشوفهم يونج من بعيد وبيمشي وراهم لحد ما بيوصل للصيدليه القديمه. بيسالها بتعمل ايه هنا، وهي بتقول له مالكش دعوه، لكنه بيفتكر كلام هوانج ليه وانها ممكن تكون مع حبيبها، وبيسالها لو مهتمه بيه وهي بتنكر. فبيسالها ليه صنعت له فانوس. احرجته الوحشه وقالت له ان توفر ورق معاها فصنعته، لكن هو بيركز في عينيها لثواني وبيعرف انها نفس صاحب الحانه. بيقرر انه يدخل المكان بالعافيه يشوف فيه ايه، لكن الامير بيضربه على راسه وبيغمى عليه. عند شيم قدر انه يقبض على الراجل اللي كان في الغابه. نرجع ليونج اللي الامير كتفه وربطه عشان ما يبلغش عنهم، وبيسال الاثنين لو هيفضلوا حابسينه كده كتير لانه اكيد هيخرج وكمان سرهم هيتكشف، لكن الامير بيقول له يبقى يخلص منه. وروسو بترفض طبعا. هو بيقول لها يا شيخ انت صدقتي انا بهزر. بيطلب منها تشرب معاه وهو هيدفع لها كتير، بس يونج بيقول لها بلاش تعمل كده، وبتفضل حيرانه بين الاثنين، بس بتقرر تشرب عشان الفلوس. في الوقت ده كانت جيم وقعت في ايد ماك اللي واخدها تحت تهديد السلاح. وبنرجع للامير اللي قرر انه يجيب مشروب تاني من المخزن. وقتها روسو قالت ليونج ما يخافش لانها هتفكه، بس يوعدها انه مش هيبلغ عنها والا مستقبله هيضيع، لكنه بيعاتبها على اللي بتعمله، وهي بتفهمه انه وضعها صعب والدين اللي عليها هيعرضها للخطر، عشان كده لازم تبيع المشروب لان مفيش حل تاني. بعدها بتلاقي الباب بيخبط وبتتفاجئ بماك ورجالته ومعاهم جيم، وبيوصل الامير عندهم وبيبدا الكل يضرب في بعضه. روسو بتفك يونج عشان يضرب معاهم واللي بيحميها من ماك اللي كان هيخلص عليها. الاتنين بيدخلوا في قتال سوا، وماك كان متفوق لحد ما راسه بتاخد الاناء وبتضربه بيه على راسه. لما الامير بيشوفها بيعجب بيها وبقوتها، وده نفس اللي حصل مع يونج اللي فضل متنح لها. بيوصل حرس الامير وبياخدوه معاهم. اما راسو بتاخد يونج وبيخرجوا من المكان. وعند جيم فهي هربت من بدري لوحدها. روسو بتجري مع يونج بتشوفهم هانا. بيوصل اخيرا عند النهر وبتبدا روسو تطهر جرحه وبتعاتبه لانه مسك السكينه بايده واذى نفسه، وهو قال لها انه كان بيدافع عن نفسه مش عنها. بس فجاه يونج بيفقد وعيه وبيقع هو وراسو اللي حاولت تلحقه في الميه. عند شيم بيوصل راجل من رجالته وهو بيخلص وبيعرفه باللي حصل معاهم ومع ماك. بعدها بيموت، واونا بتطلب من شيم يعرف تفاصيل الحكايه لان الرئيس مش هيسكت وهيحتاج يعرف ايه اللي حصل. بنشوف اونا بتضرب خادمتها لانها ما عرفتهاش ان جيم وراسو جولها، بتحذرها ان شيم يعرف بالموضوع والا هتقتلها. نروح ليونج وبنشوف راسو جنبه بيتعالجه، بيكون سخن وبيخرف وبيحلم بيوم قتل حد معين. بيعرفهم شوان انه بيحلم بيوم موت والدته، وبيفضل يونج ماسك في ايد راسو طول الليل، وبتنام راسو من التعب على صدره. بيوم الصبح وبيتخض من المنظر وانه ممكن يكون الكل نام في اوضته. بيطلب منهم يخرجوا بره وبياخدهم شوان وبيخرجوا. اما هو بيحس بمشاعر غريبه ناحيه راسو. عند شيم كان بيدور على ماك في كل مكان ومحدش لاقيه. اما في بيت راسو كانت هي ويونج بيتبادلوا النظرات من بعيد، وبيفكر يونج يبلغ عنها ولا لا لانها اكيد هتتعدم، وبيدي رد فعل غريب من خوفه. وراسو بتتخض منه. بتساله راسو لو ناوي يبلغ عنها، بيقول لها لسه ما خدتش قراري، وبيطلب يقابل جيم. بس لما بيروحوا يدوروا عليها بيعرفوا انها اخدت اجازه، وهم راجعين بيقابلوا رجاله ماك بيدوروا عليه. فبتاخد يونج وبيستخبوا بسرعه علشان ما يتعرفوش عليها، والاتنين بيقربوا من بعض قوي والمشاعر بتبدا تتحرك كمان. بيعرفوا ان رجاله ماك بيدوروا عليه، فبيروحوا المكان الخناقه وبيلاقوا ان ماك اختفى. عند الامير بنعرف ان هو اللي كلف كام يتخلص من كل جثث امبارح، يعني ماك ممكن يكون مات واتدفن. عند الملك بيعرفوا رئيس المجلس ان ابنه بيخرج بالليل وبيشرب، وبيقترح عليه يغير الخادم لانه مش شايف شغله. بيتعصب الملك من اللي حصل وبيروح لابنه وبيضربه قدام والدته، بيهينه لانه مصمم يدمر سمعته اللي هو بيحاول يبنيها، وبيسمح للمجلس انه يتدخل في حكمه. بيقول له انه لازم يكون احسن من كده. عند انا بنشوف واحد وهو ابن رئيس المجلس عايز يتجوزها عافيه بس هي مش بتطيقه. وعند ليشي كان عايز يرد القلم من رئيس المجلس علشان كده بيطلب من حد يراقب ابنه جي لانه اكيد هيعمل غلط قريب. بنشوف يونج رايح يدور على ماك عند اونا، لكنه بيتفاجئ بجي خارج من هناك وبيقبض عليه لانه بيخالف الحظر. في بيت روسو بنشوف حد بيراقب البيت، وشوان بيقدر يشوف وشه وبيعرف انها جيم اللي بيقع في حبها من اول نظره. بتروح جيم تقابل روسو اللي عرفتها على شوان، وبتاخدها جيم على الغابه توريها حاجه. الصدمه بقى ان جيم خطفت ماك وحبسته هنا لان كان هو الوحيد اللي عاش من القتال، وخافت لو فاق يبلغ عنهم وجابته هنا لحد ما يعرفوا هيعملوا فيه ايه. بيفوق ماك وبيعرف ان هم اللي خطفوه وبيطلب منهم يسيبوه والا هيبلغ عنهم. طبعا بيرفضوا وبيفكروا سوا هيعملوا فيه ايه. عند الشيم بيمسك الشخص اللي كان في الغابه وبيخلص عليه بنفس طريقه الاعور لانه فكر يبيع المشروب في قريته. عند ليشي بيروح له رئيس المجلس وبيترجاه يخرج
يخرج ابنه من الحبس لان هو الوحيد اللي باقي من عيلته. بس ليشي بيقول له وانا كمان وحيد وعادي بس مش بغلط وبنفذ القانون، وبيرفض يخرجه لحد ما رئيس المجلس قال له انه هيستقيل مقابل خروج ابنه، وكمان هيسفر ابنه بره ويمشي من القريه خالص. بيفرح ليشي طبعا وبيقول له ينفذ وعده وهو هيخرج ابنه، ودي كانت خطه ليشي من الاول عشان يبعد المجلس عن الملك. اما كام لما بيعرف ان يونج قبض على جي بيفرح وبيروح يبلغ الامير، لان الكل كان بيكره رئيس المجلس حتى هانا الغلبانه فرحت لانها تخلص من جوازاته. بنشوف الامير وهو رايح لبيت راسو وبتوصل وبتزعق معاه لانه جاي لها بيتها لكنه جاي يشوفها مش عشان يشرب. اما رئيس المجلس بنشوفه بيتفق مع حد على ليشي لانه مش هيكتفي انه يبعده هو بس. نرجع لبيت راسو وبيوصل يونج عندهم، بيتفاجئ ان الامير في البيت وبياخده يتكلم معاه لوحده. بيقول له يونج لازم يبطل يضر بسمعه الملك، وبيحذره انه يقابل يونج عشان الاشاعات وكمان يبطل يشرب. لكن جون بيزعق له وبيقول له انه محدش يقدر يطلع عليه اشاعات، ولو عليه فهو يقدر يطرده خصوصا انه ملوش معارف. بيتعصب يونج وبيقول له انا هوريك اعمل ايه. بيرجع البيت ولما راسو بتشوفه وكانت هتتكلم معاه بيبعدها عنه كانه قرفان منها وبيقول لها تبطل تكلمه. بيدخل يكتب عريضه اعترافات بكل اللي حصل وبيبعتها للملك تاني يوم، ولما بيقراها بيستدعيه فورا وهو غضبان، ولان يونج كان دراع ليشي اليمين كان الكل عايز يطرده، بس ليشي قال له انا عندي عقاب اكبر ليه وهو انك تخليه معلم الامير. وبيوافق الملك. يونج بيعمل مصدوم وان مش اتفاق بينه وبين ليشي اصلا، وبيتحايل عليه عشان ما يعينوش معلم للامير. بيروح يونج يستلم شغله في القصر وبيشوف الامير وهو بيتعاقب، والامير عرف ان اللي ورا ده هو يونج. بيرجع جون البيت ويشوف راسو وهي خارجه بالليل، فضوله بياخده وبيمشي وراها، وبتوصل راسو عند جيم وماك وبياكلوه. بس قبل ما ياكل راسو بتعرفوا انها سممت الاكل. بيتفوا بسرعه وجيم بتلومه لانها عرفته لانهم عايزين يخلصوا منه. يوعدهم ماك انهم لو سابوه مش هيقول عليهم حاجه، بس جيم بتقول لها ما صدقوش لحد ما بيدخل يونج وبيتفاجئ من اللي هم عملوه، وبيصمم انه يفك ماك رغم ان راسو عرفته انه خطر عليهم. بس ماك بيقدر انه يفك نفسه وبيهرب منهم، والكل بيطلع يجري وراه، وجيم بتوقفهم لانه اكل الاكل المسموم. بس راسو بتفاجئهم انها اصلا ما حطتش السم وادعت ده، بس يونج قال لها الحمد لله لسه عندك شويه ضمير. المهم بيجروا وراه في الغابه ولقيت راسو متعلق على جرف الجبل وممكن يقع في اي لحظه، وكان عندها الفرصه تخلص منه لكنها اختارت انها تنقذه، وبتمد ايديها تلحقه بس الجذع بيتكسر وكان الاتنين هيقعوا. بس يونج بيوصل بيمسك ايد راسو وبيحاولوا يطلعوه، لكن للأسف الاتنين مش بيكونوا كفاية انهم يطلعوه، وبيقع ماك من فوق الجبل وبينزل على الارض وبينزف من راسه. يونج وراسو بيجروا على تحت وبيدوروا عليه، فبيشوفوا اثر الدم اللي جاي من ناحية الجبل، بس لما بيوصلوا هناك مش بيلاقوا ماك. ده معناه انه لسه عايش، وبتقول له ابسط يا عم كلنا كده في اعداد الاموات. بنشوف ان ماك لسه عايش وبيمشي من خلال الزرع، وبصراحة كان يشبه الزومبي. اما يونج بيفضل يعاتب راسو لانها بتجره للمصايب، بس بتقول له والله ما حدش قالك تيجي ورايا، لو ما كنتش فضولي ما كانش ده حصل لك. بيقول لها ما حصلش اني ماشي وراكي، بس بيرجع بالذاكره شويه وبيفتكر ان في كل مصيبه هو اللي كان بيروح وراها ومهتم بيها. يعني يوم المخزن اللي لقوه كان بسبب انه كان بيدور عليها، ويوم ما ظبطها بتشرب مع جون كان هو برضو اللي مشي وراها. روسو بتقول ليونج انهم لازم يسيبوا البيت لان ماك اكيد هيهاجمهم، وبتتفق معاه يقنعوا اخوها بده، ولما بيرجعوا بيخدعوه ان النمل الابيض بيهاجم البيت ولازم يسيبوه، وطبعا بتجبر يونج انه يكذب معاها، والاتنين بيعيشوا الدور عليه وهو بيصدق. نروح لبيت انا وبنشوف بها بتاكل ست ربتها، وبنعرف ان هي دي اللي باباها باعها ليها، وهي ربتها لحد ما كبرت مش عشان تطلع شيخه، اكيد انتوا فهمتوا بقى. بعد ما بتخلص مع الست بتلاقي حد داخل عليها بماك وكان شايله وبيدخله جوه البيت، وبيعرفها انه لقاه على الطريق بس حالته وحشه جدا وكان بينزف من كل مكان. عند روسو بتروح تقعد مع يونج وبتساله قاعد لوحده ليه، بيقول لها انه بيحب يقعد لوحده، بس هي بتعرفه انها بتكره الايام العاصفه لان في نفس اليوم باباها مات ومن وقتها وحالته اتدهورت. بتساله راسو ليه ما بلغش عنها لحد دلوقتي، وبياخد باله اخيرا ان عنده مشاعر تجاهها. بيفتكر كلام الامير ليه وانه ممكن يكون حب راسو عشان كده ما بلغش عنها وبيحميها كمان، لكن يونج بينكر كل ده، وراسو مش بتكون عارفه بالحيره اللي عنده. بيكذب انه لو بلغ عنها متاخر هيتحاسب معاها لانه ساكن عندها، بس هي بتوعده لو اتمسكت مش هتقول حاجه عنه. تاني يوم بيروح يونج يقابل الامير رسمي لبدايه الدروس، بس جون بيضايقه وبيقول له انه مش هيقبل بيه معلم، وبيحاول الخادم بتاعه يخليه يتألم شويه عشان ما يحصلوش هو كمان مشاكل، بس الامير بيتحدى يونج وبيقول له بارزني ولو قدرت بس تلمس طرف لبسي هحترمك واكون ليك تلميذ مطيع. بيتحدوا بعض فعلا، لكن الامير بيكون امهر وبيضرب يونج جامد، رغم ده يونج رفض يستسلم ومن الضرب بيقع في الارض من التعب، لكنه كان اذكى من الامير ولمس طرف عبايته. قال له انا فزت ولازم توفي بوعدك، وبعدها بيغمى عليه. بيتفاجئ الامير من اللي حصل، وبنشوف ابو الملكه وهو بيقول لها لازم تخلفي ولد. بتقول له والله يا حاج الحاجات دي بتاعت ربنا وربنا يسهل. ناس غريبه. في بيت الخمور القديم بنشوف راسو بتدور على ماك هناك، بس ما كانتش لوحدها لان رجاله شيم لسه بيدوروا عليه برضه. اما هانا بتروح لشخص في المدينه بيلاقي اي حاجه حد عايزها وبتديله
له صورة الامير، تسأله لو شافه قبل كده بيقول لها لا، بس لو دفعت مبلغ كويس هيخرج اللي هيجيب لها تاريخه. في القصر كان الشعب بيطالب الملك بإقالة ليشي، وبيتعصب الملك لان دي لعبة من رئيس المجلس، وخايف بعد ما يقيلوا يضغطوا عليه عشان ابنه ما يتولاش الحكم. لكن ليشي بيطمنه وبيقول له انه مش هيسيب حد يهدده ابدا. بنشوف بعدها مجموعة من جنود الجيش بيبيعوا الخمور، بس ليشي كان عارف ومستني يضرب في الوقت المناسب، وبيخرج حملة على السوق بتفتش كل البياعين، بيمسكوا اكتر من جندي بيبيعوا المشروب. طبعا اتمسك قائد الجيش لانه سمح بده، ورئيس المجلس طبعا اتضايق لان القائد متحالف معاه ضد الملك. ولما راح لليشي عشان يقول له يبعد عن طريقه وان دي لعبته، ليشي قال له انا ما قلتش ليهم يبيعوا المشروب، واكيد باعوه علشان مرتب الجيش مش كفايه، يبقى خلينا نخفوا شويه احسن منهم. وبيساله سؤال خبيث، قال له هي فلوس الجنود بتروح فين؟ ولان رئيس المجلس اللي مسؤول عن قبض الجنود كان لازم ليشي يعرفه انه عارف انه بيسرق الفلوس. عندي يونج بيفوق بيلاقي روسو جنبه وبتعالجه، فبيقرب ايده من خدها وبيلمسها، لكنه بيتفاجئ انه الامير اللي بيقول له بلاش كده وفوق احسن. المهم بعد ما بيفوق الامير بيحترمه وبيقول له انه قبل بيه معلم. عند جيم في العياده بتشوف اونا وهي جايه عندهم عشان عايزه طبيب يجبس مريض عندها، ولانه مش هيقدر يتحرك لان تقريبا كل اطرافه متكسره. بيروح معاها الطبيب وبياخد معاه جيم اللي اول ما بتشوف ماك بتتخض، وطبعا اونا عارفه انها صاحبه روسو وهتبلغها انها لقت ماك، وهنعرف ليه هي عايزاه، وعرفت منين ان ليها دخل باللي حصل لماك. فعلا روسو لما بتعرف بتاخد خنجرها ولبس جيم وبتروح لبيت انو، بتتخفى انها طبيبه وبتدخل اوضه ماك. عند الشم بيعرف اخيرا بمكان ماك وانه في بيت اونا. نرجع لروسو اللي كانت واقفه متردده انها تقتله. عند جيم كانت مستنيها روسو في البيت، وبيوصل الامير ويونج للبيت وبيعرفوا اللي راحت تعمله. الاتنين بيقولوا لبعض انها مش هتخرج حيه من هناك، ولازم انهم يدهموا المكان باي طريقه لانقاذها. اما عند روسو فعلا بتكون اونا مستخبيه في الاوضه لانها كانت واثقه انها هتيجي تخلص على ماك، بتقول لها انه واخد مخدر قوي ودي فرصتها تخلص منه. بس بيوصل شيم ورجالته للاوضه واونا بتاخدها بسرعه وبيستخبوا بعيد. بتقول لها انها عندها الطريقه اللي تخلصها بيها من ماك، وهي انهم يشتغلوا سوا وتبيع لها الخمور، ولازم توافق والا هتبلغ الشيم بانها صاحب الحانه المتنقله. في الوقت ده كان الامير اتخفى انه مفتش، وجاب يونج فريقه وداهم بيت اونا على اساس انه تفتيش روتيني. بيدور يونج على راسه والامير على ماك، لكن يونج بيلاقي ماك بس، وبيتفاجئ انه مش فاكر يونج ولا حتى فاكر جيم وراسه، وفاكر ان اللي عمل فيه كده اكيد مات. بيفرح يونج لانه خلص من مشكله ماك، وبيروح يكمل بحثه عن راسه. وقالت له اونا انها شافتها ماشيه على الناحيه الشماليه، وبيخرج يونج وراها بسرعه وبيشوف شيم ماشي وراها، وقبل ما يمسكها بيوقفوا يونج. بيساله انت مين؟ والشيم بيقول له تاجر غلبان ما تشغلش بالك بيه. بيخلصوا مهمتهم والاتنين بياخدوا راسه عشان يرجعوا، لكن بيعاتبوها على تهورها وانها مش بتفكر صح. في بيت رئيس الحرب ابو هانا كان بيزوره مستشار الدوله اللي بيقترح يجوز بنته ليونج لانه شاب شاطر جدا. اما يونج كان في بيت راسه وهو والباقيين بيتعشوا. كانت الاجواء جميله والكل سعيد، بس بيفكر لحد ما الدنيا بتمطر وبتقطع عليهم القعده الحلوه دي. بيقفوا يستخبوا في المطر، لكن كل واحد بيفكر لو راسه بتحبه ولا لا. ما راسه كانت بتفكر في اتفاقها مع اونا اللي عايزه تخلص هي كمان من عبوديتها لشيم، وبنعرف انها لقت سند الدين بتاع اخو راسه، ووعدتها لو اشتغلوا سوا هتحرقه، بكده تخلص من مشكله الدين ويبقوا اغنياء. تاني يوم راسو بتروح مع اونا بالليل للحانه اللي هيشتغلوا فيها، بتفرجها اونا عليها وبتتخيل روسو معاها المكان مليان زباين. بتقول له اونا بكره انت تصنعي وانا ابيع ونكون احرار من العبوديه وتتغير حياتنا للاحسن. بتسالها روسو لو ده ممكن، بتقول له طبعا، وانهم لازم يشتغلوا كل يوم لحد ما يوصلوا لحلمهم. بتوافق روسو وبتتحمس للشغل اللي هيغير حياتها، والله اعلم لفين، بس لو كملتوا معانا اكيد هتعرفوا هيحصل ايه. في القصر كان يونج مع الامير بيعلمه اول دروسه، لكن الامير بيطلب منه يبرزه مره تانية، ولو خلاه يركع قدامه هيتعلم منه. بيقول له يونج استعد لاني هخليك توفي بوعدك. وفعلا بيبدا المبارزه، وبيقدر يونج انه يتعلم بعض الحركات، وبيخلي الامير يركع تحت رجله، وبيفوز يونج بالرهان. اثناء الدرس يونج بيسال جون ليه بيشرب كتير، بيقول له انه بيشرب لان الذكريات بتطرده وهو عايز ينسى. نروح لبيت راسو اللي بتطمن اخوها ان ماك مش فاكر الدين اللي عليهم وانهم خلصوا منه اخيرا ومش هيهددهم تاني. بيوصل عنده ابو يونج واللي بيتضايق من سوء المكان اللي ابنه قاعد فيه، ولما بتقدم له راسو الضيافه بيرفض ياخدها، وبيظهر انه ربى يونج زيه يستحقر الستات العامله. بيوصل يونج وباباه بيقول له يجهز لانهم رايحين لمكان مهم، وبيعرفوا انه جاهز جوازه كويس ليه مع بنت وزير الحرب. بتصدم راسو لما بتسمع الخبر وبتزعل، اما يونج ما كانش اقل منها لانه وقع في حبها خلاص، لكنه مش عايز يعترف لنفسه انه حبها. في القصر بيعرف الامير بالخبر وبيفرح لان خطوبته من هانا هتبعده عن راسو، وبنشوف يونج في بيت هانا بيتناقشوا في مشروع الجواز، وهنا بتبعت خادمتها تشوفه لو وسيم ولا لا. اما عند راسو فالامير خرج من القصر وراح لها، وبنشوفهم بيتمشوا في السوق سوا ومنسجمين على الاخر.
الاخر. في الوقت ده كان يونج بيحاول يوقف باباه لانه مش عايز يتجوز دلوقتي، بس باباه بيعرفه ان دي فرصه كويسه لعيلتهم عشان يكون ليها شأن، وبيقرر يونج يضحي عشان العيله. اما هانا فبترجع لها الخادمه بالاخبار بان عريسه وسيم، بس هي مش بتصبر وبتخرج تشوفه، وبتتفاجئ انه نفس الشاب اللي كان بعروسه، لانها فاكره ان الاتنين بيحبوا بعض وبينهم علاقه. بتزعل لان قلبه هيكون مع حد غيرها لو اتجوزوا. بنشوف مارك في العياده وبيستجوب البنات اللي هناك لو كانت بنت منهم ما حضرتش الاحتفال اللي فات، وبتتفاجئ جيم انه مش فاكرها، وبتفرح وبتنكر انهم اتقابلوا يوم الاحتفال. وبينقذها من الموقف ده شوان اللي بيوصل وبيقول انها كانت معاه. هي طبعا بتكمل الكذبه وبتقول له حصل، وبتاخد شوان لبره وبتضربه لانه جه هنا، وبتقول له يمشي. في السوق كان يونج ماشي وبيتفاجئ ان هانا وراه، بتساله لو في بينه وبين روسو علاقه، بس هو بيسالها انت مين؟ بتقول له انا العروسه، من حق اعرف لو قلب جوزي المستقبلي مع حد تاني. الاتنين بعدها بيتفاجئوا بالامير وروسو وهم سوا، وكل واحد فيهم بيفضل متنح للتاني لان هانا معجبه بالامير وهو ما يعرفش، وقلب يونج ملكته روسو وهي ما تعرفش برضه. الحكايه قلبت عك في عك، ولما نشوفها تخلص على ايه. بعدها بيقابلوا مارك في السوق وبيخبط في روسو بالغلط. يونج بيحضنها عشان يحميها منه، لكن هي بتبعده وبتقول له انه اكيد خبط فيها بسبب اصابته، ولان مارك مش فاكر حاجه بيتاسف لروسو وبيمشوا عادي. في مكان تاني بنشوف واحد اسمه ماك ووالدته بيدوروا على شخص، ونعرف هو مين كمان شويه. المهم بيسمعوا عن شاب لقوه مرمي من فوق الجبل، وبيشكوا ان هو نفسه اللي بيدوروا عليه. في بيت رئيس المجلس بيوصل ليشي اللي بتهاجمه الذكريات لما رئيس المجلس يأمره يخون الامير اللي بيخدمه ويوقعه في الملك اللي بيقتله فورا، لكن ليشي بيوعد رئيس المجلس انه مش هيخون تاني ملكه مهما حصل، وجاي النهارده يحذره من اللي بيعمله لانه عايز يجوز بنت رئيس الحرب المعلم الامير، وان اللي بيعمله ده كله ملوش لازمه ولازم يبعد عن القصر. عند روسو بترجع البيت بتلاقي اخوها وجيم متثبتين، بتلاقي الاثنين اللي كانوا بيدوروا على الشخص في بيتهم وبيهددوهم بالسلاح. عند يونج ما كانش قادر ينام بسبب التفكير في روسو وكمان تغير المكان، وبيقرر يقوم يروح لها. عند روسو كان الشخصين بيسالوها عن هايسو، وده يبقى اخو ماك وابن الست طبعا، وبتتهمها الست انها قتلت ابنها، لكن روسو بتعترف ان اللي مات مش ابنها وانه مارك سو. بيتفاجئ اخوها من اللي بيسمعه، بس هي بتعرف انه لسه عايش. المهم بيفضلوا مصرين ان روسو اللي قتلته ولازم يقتلوا عيلتها، لكن روسو بتعمل معاهم صفقه، وهي انهم تصنع لهم المشروب بعد ما عرفت ان ابنهم كان جاي يبيعه هنا اصلا. بتوافق الست وبيوصل يونج للبيت، بترفض روسو تدخله او حتى تقول له على اللي بيحصل لانها مش عايزه تورطه اكتر من كده معاها، وبتفضل انها تحل مشاكلها بنفسها. تاني يوم بتسافر روسو مع ماك ووالدته لقريتهم من خلال المينا. في نفس الوقت كان يونج هناك بيحقق في قضيه قتل، وبيظهر انها جثه الشخص اللي بيدور عليه ماك. وبفكركم ان الشم اللي قتله بنفس طريقه الاعور. بتعدي روسو مع ماك ووالدته النهر، واللي ما كانوش يعرفوا باللي بيحصل وان اخو ماك التوأم مات. بتوصل روسو معاهم لحل بيصنع الحديد، وهناك بتقدم لها الام خميره لتخمير المشروب، بتعرفها انها كويسه جدا ومش هتلاقي في جودتها في اي مكان، وبيقرروا يشتغلوا سوا. بس ما كانوش يعرفوا ان الشيم في طريقه ليهم عشان يقضي عليهم، لان ببساطه اللي بيحاول يتاجر في المشروب غيره بيخلص عليه. عشان ما حدش يرجع من عيله هايسو لقريته قرر يخلص عليهم، بس في نفس الوقت كان يونج في طريقهم ليهم لانه اتعرف على هايسو وانه من القريه اللي جنبهم. لكن شيم بيوصل الاول برجالته وبيبدا يقتل في كل الموجودين، وفي طفل بيجري يبلغ الام باللي بيحصل، وهي بتقول له يهرب مع الاطفال. اما هي بتجهز سلاحها هي وابنها لمحاربه شيم. بتفضل روسو عند مكانها ومعاها مسدس مش عارفه تعمل ايه. اما يونج بيوصل مع هوانج للمكان، بيلاقي الكل بيقتل في بعضه، وبيشوف الام هتضرب شيم بالسلاح لكنه بيرمي عليها سهم بيوقفها بسبب اللي عمله شيم. بيهجم على الام وبيضربها، لكن ابنها بيلحقها وبياخدها وبيمشوا. اما يونج بيشتبك مع شيم اللي مخبي وشه، وبيشوف وشم على ايده وهو نفسه اللي كان على ايد المجرم اللي قتل والدته. مش بيكون مصدق ان هو ده نفس الشخص. كان شيم خلاص هيقتل يونج، بس روسو بتشوفه بيضربه رصاصه على السقف بيقع فوق شيم، وبيقدر يونج انه يفلت من تحت ايده، لكن يونج بيتعرف عليها وبيكون مستغرب هي بتعمل ايه هنا. اما شيم ورجالته فبيهربوا بسرعه قبل ما يونج يمسكهم. بالنسبه لروسو بتمشي مع ماك ووالدته بهانا، وهي بتتسوق وزي عادتها بتقرر انها تسرق دبوس شعر رغم انها تقدر تدفع ثمنه، لكنه بيشوفها الامير جون وبياخده منها، وبيقول للست انه هيحاسب عليه وبعدها بيديه لها هديه. هي بتفكر انه بيحبها وبتفرح جدا وبتجري وراه عشان تعرف اسمه، بس بيكون بعد. وبنشوفه بعدها في بيت روسو وكان رايح يديها هديه ثمن مشروب المره اللي فاتت، لكن بيوصل يونج البيت ولما بيفتح الباب بيلاقيها قاعده مع جون بفستان جميل زي فساتين العامه مش الخدم. بيحس بالغيره طبعا، لكنه بيتعمد ما يبينش قدام روسو. بعدها بيسالها لو خرجت النهارده، بس بتنكر، وجون بيقول انها كانت معاه طول اليوم. يونج بياخدها يتكلم معاها بره لوحدهم، وبيسالها تاني لو خرجت لانه متاكد انها بتكذب، لكن هي بتتعصب وبتقول له انت مالك انا حره، لكنه بيحذرها انه لو قابلها بتعمل خرق للقانون مش هيرحمها، ومن النهارده هتكون المعامله غير. بيرجع يونج بيته وبيطلب من شوان يراقب روسو لانه خايف عليها من تصرفاتها المتهوره. بيساله شوان لو هي في خطر، فبيقول له ايوه، وبيعرفه انها في خطر منه هو. اما عند اونا بنشوفها وهي بتاكل الست اللي ربتها بالعافيه، وبيظهر ان تشو خايفه من حد وبتقول دايما انه هيقتلها، وورا حبسها هنا سر كبير هتعرفوه لما نكمل سوا. عند يونج بيروح معبد مانجول وبيفتكر ذكرياته هناك. تاني يوم بيقابل والده واللي
بيلبسوا سوار ضد النحس وبيطلب منه ما يقلعوش لحد ما يتم الجواز على الاقل. في بيت روسو كانت بتفطر مع اخوها اللي مفتقد يونج، بس هي بتقول له كده احسن خلينا براحتنا، لكنها بتساله شوان اللي لازق لهم لسه هنا ليه، فبيقول لهم اصل بحب اكلك، وبيفضل قاعد معاهم. في قسم التفتيش كان التحقيق في موت اخو ماك شغال، وبيعرفوا القائد كام انهم لما راحوا لعيلته في قريته لقوا مجموعه من قطاع الطرق هاجموا ورشتهم، وللاسف هربوا قبل ما يعرفوا اي حاجه منهم. لكن يونج بيكون متاكد ان جو اللي سلم نفسه يعرف القتيل، بس لما بيروح يستجوبه قائد الشرطه بيمنعه وبيقول له ان مش من حقه يستجوب اي حد هنا. بيعرف يونج ان قائد الشرطه يعرف حاجه وبيخبي على المجرم الحقيقي. بنشوف سانج وهو بيبيع امتحاناته لانه معهوش اي فلوس، لكنه بيقابل تونج اللي ورطه في دين موك وبيطلع يجري وراه وبيعاتبه لانه مديون بسببه. تونج بيتاسف له وبيقول له ان عنده اللي يعوضه اللي حصل. بيعرض عليه شغل حفر بير في اطراف الغابه، وبنعرف ان الشغل تبع الشم اللي بيحفر نفق مش بير، لكن محدش من الرجاله بيعرف الحقيقه غيرهم طبعا. والنفق الجديد هيكون بديل للمخزن اللي يونج كشفه عند عيله هانا. بيبلغوا يونج انهم هيقدموا ميعاد الجواز، لكن ما كانوش يعرفوا ان الملك مش عاجباه الجوازه دي، لان يونج هيكون شوكه في زوره بسبب رئيس المجلس. بس ليشي عنده الحل دايما وبيقرر يبوظ الجوازه. فبالليل بيروح لرئيس الحرب هان وبيعرض عليه يرفض الجواز من يونج، وهو هيرشح بنته لجوازها من الامير جون، ولان باباه خدم الملك زمان خدمه كبيره هو هيوصي على بنته تكون اميره البلد. بيوافق طبعا هان لان دي فرصه ما تتعوضش. تاني يوم راسو بتكون خارقه وبتزهق من شوان اللي لازق لها في كل مكان، فبتستعين بصاحبتها جيم عشان تخلص منه. تلبس فستان الامير وبتروح لصاحبتها اللي بتطلب منها تبعد شوان عنها، وهي بتقدر تضحك عليه وبتقول له انها بتحب شخص ورايحه تقابله، ولو شاف خادم شخص ماشي وراها هيفكر ان الشخص ده بيحبها، سمعتها هتتشوه ومش هتتخطب. بتنصحه يرجع لسيده ويقول له يتلم لانه هيتجوز خلاص. اما يونج كان مع هانا اللي بتساله لو بيحب راسو لان من حقها تعرف لو جوزها قلبه مع حد تاني، لكنها مش بتاخد منه اجابه وبتسيبه وبتمشي. بيدخل عليه شوان وبيستغرب انه رجع، ولما بيساله عن السبب بيعرفه ان راسو بتحب شخص وهتقابله الليله، يعني لازم ينساها لانه هيتجوز كمان. بيعرف ان اللي هيقابلها هو الامير، فبيروح له القصر وبيصمم يعلمه بالليل عشان ما يقدرش يخرج مع راسو. اما روسو كانت رايحه تقابل اونا اصلا والسيده بارك وابنها، لكن هانا كانت وراها وبتراقبها. اما روسو كانت بتتفق مع اونا على كميه المشروب وبتطلب منهم 100 برميل من المشروب، وبعدها يقبضوا 1000 نيانج عمله بلدهم. بتوافق هي والسيده بارك، وبعدها بتمشي اونا، لكنهم بيسمعوا صوت وبيكون الصوت هو وقوع هانا. بيخرجوا يشوفوا اللي بيحصل وبيلاقوها وبيكونوا عايزين يقتلوها، بس هي بتترجى روسو تساعدها، فبتقول لها ان في شرط واحد لو نفذته هتساعدها. بنعرف ان الشرط ده هو سرقه ختم باباها عشان يقدروا يعدوا عربيات المشروب تحت اسم السلاح. بتنجح انها تجيبه، لكن بتدي لروسو رساله توصلها لجون، ولما بترفض بتقول لها خلاص نعرف يونج انت جايه هنا ليه، لكنها لما بتشوف يونج بتاخد الورقه من سكات وبتديها له بعد ما بتمشي هانا عشان يوصلها لجون لانه يعرف مكانه. بيفكر انها رساله حب منها لجون وبيكون متضايق جدا. عند سانج كان تعب من الحفر في البير، لكنه شك انه مش بير وانه هيكون نفق، ولما واحد من الحراس بيسمعه بيحذر من الكلام اللي بيقوله في القصر. بيروح يونج يسلم الرساله لجون، بس قبلها بيطلب منه معروف مقابل الرساله، وهو انه يساعده يخرج جو من السجن عشان يعرف مين صاحب مخزن المشروب الحقيقي. فعلا بيساعده وبيعملوا نفسهم لجنه طبيه بتكشف على المساجين، وبيقنعوا قائد السجن ان جو تعبان. بيخطفوه بمساعده كيم وهوانج والامير طبعا. عند روسو كانت بتشرب مع بارك، والاتنين بيفتكروا الماضي وكل واحده منهم عايزه تنتقم لموت احبائها. بيرجع جون القصر وبيتفاجئ ان عمه ليشي هناك، وبيزعق معاه لانه بيسيب القصر وعرشه كتير. بيهدده انه لو ساب العرش مليون غيره عايزينه ومش لازم يستهتر بمكانته في البلد. تاني يوم بنشوف روسو وهي بتهرب المشروب مع بارك وجيم على اساس انه سلاح الخطه دي اللي رسمتها ليهم هانا، بس الحراس شكوا في العربيات وكانوا هيفتشوها، لكن الحارس بيعلن ان المسجون هرب ولازم ابواب المدينه تتقفل. بيعدوا روسو بسرعه وبيقفلوا البوابات لحد ما يلاقوا جو اللي كان مع يونج، وبيستجوبوا عن صاحب المخزن الحقيقي. وبسبب خوف جو من الاعدام بيعترف انه الشم. عند روسو بتقدر تعدي بسلام وبتوصل لبيت اونا، اما يونج كان مستني الشم في بيته، واول ما بيوصل بيكون ملثم وبيهجم على يونج اللي بيدخل معاه في القتال. وبيسال يونج شيم لو هو اللي كان في معبد مانجو من 10 سنين. بيتصدم شيم انه يعرف اللي حصل في المعبد من 10 سنين، وبيطلب من يونج يجي معاه لانه يعرف كتير، لكن قوات التفتيش بتوصل وبينقذوا يونج وبيهرب شيم واللي معاه. اما عند اونا بتستلم المشروب من روسو، بس بتتكلم معاها لوحدهم وبتطلب منها تنفصل عن بارك وابنها، والاتنين يأسسوا شغلهم الخاص ويتغنوا، لكن روسو بتكون خايفه منها ومش مطمنه وبترفض. اثناء ما كانت روسو مع اونا كان في خادمه مع جيم وبارك وماك، وبيسالوها عن اللي قتل ابن بارك. بتقول لهم انه ماك وهو اللي كان بيسالها عليهم، وبيرجعوا بيتهم وبيعدوا الفلوس، وبيكونوا اول مره يشوفوا كميه الفلوس دي. بتقرر جيم انها تشتري حريتها من الحكومه وتسيب البلد. بتطلب من روسو تعمل زيها لان القريه دي ما بقاش يتعاش فيها. اما بارك بتقرر تخلص شغلها وتلاقي قاتل ابنها وتخلص منه. عند يونج كان ماسك النمر اللي فكروا انقذ حياته، وبيحكي لشوان عن النمر ده وانه ما كانش بيتخيل زي ما قالوا عليه، لانه النهارده شاف صاحب الوشم
اللي كان في المعبد. وبيرجع يونج فلاش باك يوم والدته لما طلب منه السيد نعم يكون ابن ليه لانه ما عندوش اطفال وهو يتيم، لكنه بيرفض وبيهرب منه على المعبد. وهناك بيشوف مجموعه من قطاع الطرق بيهاجموا المعبد، لكنه بيشوف نمر وبينقذ حياته منهم، وقال عليه ان والدته اللي بعتته ليه يساعده. لكن دي بتكون ذكرى مشوهه من ذاكره يونج. عند راسو بتخبي الفلوس اللي جمعتها في الدولاب. اما يونج كان بيحقق مع رئيس الشركه عشان يعرف يتستر على شيم ليه، وبتبدا حقائق تنكشف قدامه وان رئيس الشرطه اخذ رشاوى كتيره، بس قائد الشرطه بيعرفه ان في اسرار ما ينفعش يعرفها. عند الملك بيكون متضايق بعد ما عرف ان في سجين اختفى، وبيقرر يعيد تنظيم الجيش والشرطه عشان الامور تظبط شويه. اما عند سانج كان هو وزميله لسه بيحفروا في النفق، وبيتكلم مع صاحبه انه مش مرتاح للي بيحصل لان ده نفق مش بير، اكيد وراه مصيبه. بس لما بيشوف الحارس سمعه بيخاف وبيغير كلامه. في القريه بنشوف رسائل متعلقه على باب السكان ان الكل يتجمع في بيت ماك لان عنده مشروب. بيروح الكل لهناك لشراء المشروب، وماك نفسه بيكون مصدوم ان عنده مشروب، لكن اللي عمل كده هي اونا وخادمتها عشان تسيطر على المشروب في القريه. بنشوف شيم بيكلم شخص في المعبد وبيعرفه ان المفتش يونج بيسال عن اللي حصل من 10 سنين هنا. بيظهر ان الشخص ده اتضايق، لكن شيم بيوعده انه هيخلصوا منه. عند جون كان لسه بيقرا رساله هانا وفاكرها رساله راسو، كان اعتراف بالحب منها ليه وعرفته انها مستنياه قرب البحيره. بيخرج جون يقابلها وهو مبسوط. اما هانا فبتطلب من روسو تعطل يونج شويه لحد ما تقابل جون، وبتاخده روسو وبيطلعوا على مكان قريب من النهر. اما جون بيوصل للبحيره وبيعترف لهانا اللي لفت وشها بحبه ليها، لكنها لما بتلف بيتصدم لانه فكرها روسو، لكن هي عرفته انها بتحبه وتقدر تكسب حبه. بتعرفه ان روسو بتحب يونج وهي بتحبه، ولو حبها هي هيحلوا المشكله دي، لكنه بيحرجها وبيقول لها انها ما ينفعش تتحايل على حد يحبها وان الحب لازم يجي لوحده. اما روسو كانت مع يونج عند البحيره وبتقول له يسامحها على كل كذبها، وهو بيحس انها بتودعه وشكلها فعلا هتسيب القريه. بيكون عايز يعرف هي بتقول كده ليه، بس هي بتنهار وبتعيط وبتقول له يبطل يدور عليها لانها هتبعد ويا ريت ما يجيش وراها، وهي هتفهم انهم مش لبعض. بيسيبها فعلا تمشي ومش بيحاول يوقفها، لكنه كان عايز يوقفها ويعترف لها بحبه، لكن العادات والتقاليد اللي بتحكمه مخليه مش قادر يعمل كده. بيرجع كل واحد منهم بيته وكسور قلبه لانه ما حصلش على حبه اللي كان بيتمناه. عند ليشي بيكتشفوا ان في حد بيهرب السلاح للقريه، وان الشخص ده ممكن يكون وزير الحرب هان. عند جون بيطلب من خادمه يدور في ماضي راسو. اما عند هانا كانت زعلانه ورافضه الاكل بسبب رفض جون ليها. بعد شويه بنشوف المجلس متجمع وعايز يعرف السلاح اللي دخل راح فين، واكتشف وزير الحرب اللي بيحصل، لكنه قال لهم ان الختم متزور وان اللي دخل بالسلاح اكيد بيهربه وهو هيقبض عليه. بنشوف ماك وهو ماشي ورا روسو وبيعرف انها بتصنع المشروب، وبيعرض عليها تشتغل معاه وتزوده بالمشروب وهو يبيع ويكبروا شغلهم. عند يونج بيعاقبوا قائد المفتشين بانه يخليه يراجع ملفات كتيره عشان يشغله ما يلاقيش وقت يدور ورا شيم، وكيم بيقول له يسمع الكلام عشان يحافظ على وظيفته. تاني يوم كانت القريه مقلوبه، وزير الحرب نشر الحراس عشان يقبضوا على اللي بيزور الختم، وكانت روسو جاهزه بعربيتها عشان تمر. اما هانا لما بتعرف اللي حصل بتقلق على روسو لانهم لو مسكوها هي كمان هتتشد معاها، لان هي اللي خرجت من الختم من مكتب باباها. فبتاخد حصانها وبتجري بيه على مدخل القريه وبتوقف باباها بحجه انها تعبانه، وبتطمن لما روسو بتعدي، لكن لما بتلاقي الحراس بتخاف وبتهرب. فالحراس بيجروا وراها وورا الجيم، كل واحده منهم بتهرب من طريق. اما يونج بيعرف ان رئيس الشرطه رجع بيته، بس بيقول لهم انه في خطر وما كانش ينفع يخرج. بياخد حصانه وبيجري على بيت القائد، وفي الناحيه الثانيه كانت روسو بتهرب من الحراس. اما قائد الشرطه كان بيجهز نفسه للهروب، بس ما لحقش لان في حد هاجم بيته وخنقه ورمى جنبه رساله انتحار واعتراف بالرشاوى اللي اخدها. بيوصل يونج وبيلاقيه مقتول، لكن حد بيهاجمه وبيخطفه. عند اونا بتوصل جيم بالعربيه، لكن روسو بتهرب للغابه لانها ما بتعرفش تهرب من الجنود. في الغابه كان شيم خاطف يونج عشان يقتله، وبيساله على اللي شافه في المعبد، لكن يونج مش بيرد، فبيؤمر الجنود ياخدوه. لكن بتظهر روسو اللي بتخبطهم بالعربيه وبتاخد يونج وبيهربوا للغابه بسرعه. بيجروا في الغابه لحد ما بيوصلوا عند البير، وبيستغربوا ان في بير هنا اصلا لانه ما كانش موجود قبل كده، لكنه كان مهربهم الوحيد من رجاله شيم. بينزل يونج الاول. بعد ما بينزلوا روسو بتلاحظ حاجه غريبه في الكهف، بتلاقي ان في باب موجود ورا يونج. بتزيحه وبتفتح الباب وهو بيتفاجئ منه، وبيعرف ان ده مش مجرد بير عادي انما هو نفق، بس غرضه ايه لسه ما يعرفش، وبيقرروا يستكشفوه. عند الامير كان الخادم جاب له تاريخ راسه، وعرف ان باباها كان الحارس الايمن لاخوه الامير سان، وانه اتقتل وقت الحداد على اخوه محدش يعرف السبب. بس اللي حصل ان طبيب التشريح اتقتل هو كمان بعدها، اللي شرح جثته كمان اللي لقى الجثه. بيحس جون ان الموضوع فيه سر، خصوصا ان كانج ابو راسو كان قوي جدا، وايه السبب اللي يخلي موته بتعتم عليه ومحدش يدور ولا يحقق في سبب الوفاه. عند روسو وينجو كانوا ماشيين في النفق ولقوا انه طويل جدا وبيوصل الغابه بالمدينه، والمفاجاه انهم لقوه بيوصل مخزن المشروب القديم، وبيعرف ان ده تبع شيم عشان يهرب المشروب منه مره تانية. بس الحظهم الوحش ان شيم واللي معاها نزلوا البير، وللحظ الاوحش الحبل بيقع وراهم. بيكملوا في النفق لحد باب الخروج، وبيخرجوا وبيقفلوه وراهم، وكان يونج وراسو مستخبيين منهم. ولما بيلاقوا الباب اتقفل بيرجعوا من نفس الطريق، لكن بيلاقوا الحبل اتقطع ومش بيعرفوا يخرجوا، فبيقرروا يقضوا الليله جوه البير لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. طبعا يونج بيسال روسو عن المشروب اللي
كان في العربيه بتعترف ان هي اللي بتهرب المشروب بختم وزاره الحربيه. هنا يونج بيتجنن وبيقول لها انت ايه؟ قولي عايز اعرف تخرجي من مصيبه تدخلي في مصيبه اكبر، انت مش ناويه تجيبيها لبر ابدا. الصراحه عنده حق، انا نفسي زهقت من مصايبها. عندي شيم بيروح لبيت اونا وبيشك ان هي اللي بتشتري المشروب من روسو لانه شافها هنا قبل كده، بس اونا بتنكر طبعا. ونرجع ليونج وروسو اللي لسه في البير، وبتتاسف ليونج لانها ما بتعرفش تعمل حاجه غير اختراق القانون. يونج بعدها بيلاقي جذع مطاط وبيعمل بيه قوس وسهم وبيقدروا يخرجوا. اخيرا بيطلع النهار وبنشوف جون في بيت روسو قاعد مع اخوها اللي فكر انهم بيحبوا بعض، لكنه لما بيشوفها راجعه مع يونج بيشك انهم قضوا الليله سوا وانها بتحب يونج. يونج بياخد الامير وبيتكلم معاه بعيد عن روسو، بيطلب منه يحمي روسو من شيم لانه شاف وشها واكيد هيقتلها. بيعرفوا جون انه كان ناوي ياخدها قصره ويتجوزها بعد فتره. بيزعل يونج لكن ده الحل الوحيد لحمايه روسو. عند الملك بنشوف شد وجذب بين رئيس المجلس وليشي كالعاده، لان ليشي عايز يزود عدد الجنود، ميزانيه البلد ما تتحملش، لكن زي كل مره الملك بيسمع كلام ليشي. عند يونج كان بيقنع روسو تروح مع الامير لان شيم شاف وشها وناوي يأذيها. بتتضايق روسو لكنها بتوافق عشان خاطر يونج اللي وعدها انه قريب هيرجعها تاني لبيتها بمجرد ما يمسك شيم. في قصر الامير كان بيجهز مكان لروسو وبيطلب من والدته تساعده، وبتجهز فعلا اوضه جميله لروسو، والامير كان فرحان جدا. بس لما ليشي بيعرف بيزعق للسيده ليه لان كده هيطلع سمعه على الامير انه بيحمي بنت، لكن ليه بتعرفه انها بنت حد مهم في الجبل. اما روسو كانت في طريقه للقصر في عربيه مقفوله وما كانتش حابه الوضع خالص. في الغابه كان يونج اخد هوانج والمفتش الاعلى للبير عشان يثبت انه نفق ويمسك دليل على شيم، بس لما هوانج بينزل فيه بيتفاجئ انه اتسد، ويونج بيتفاجئ لانه كان مفتوح النهارده الصبح، بس بنعرف ان شيم شافه وقرر يسده قبل ما حد يمسك عليه حاجه. في النفق التاني عند سانج كان تعب جدا من الوضع وعرف صاحبه ان في حاجه غلط، لان النفق ده ممكن يكون لمساعده اليابانيين لدخول البلد، وبيقول لصاحبه انهم لو بلغوا هياخدوا مكافاه من الدوله. عند يونج بيرجع الشغل وبيقابل رئيس المفتشين اللي بيزعق له لانه ساب شغله وبيدور ورا شيم لسه. في بيت اونا بتلاقي بنت صغيره تعبانه جدا، بتاخدها تاكلها وتشربها، وبتفتكر اول مره لقيت شيم فيها ولما ساعدته لانه وقتها كان تعبان جدا، وبتطلب من البنت تمشي لما تخلص اكل لان البيت ده سيء السمعه وهي طفله ما ينفعش تقعد هنا. عند روسو كانت لسه في العربيه واتخنقت، فطلعت راسها تشم هوا، لكنها شافت دونا مساعد شيم وهو بيجري وراها، فبتنزل من العربيه وبتجري عشان تساعد صاحبتها اللي اصلا قابلت شوان ودافع عنها ضد رجاله شيم، بس واحد منهم ضربه على راسه واغمى عليه بعدها. هنا وصلت روسو وطلبت منه يسيبها لان اللي عايزها تبقى هي مش جيم. عند يونج كان خارج من الشغل وبيقابل شيم اللي بيقول له لو عايز يشوف روسو تاني يجي معبد مانجول بالليل. عند الامير بيتفاجئ ان الموكب وصل فاضي، ولما بيعرف ان روسو اختفت بعد ما نزلت راح عشان يدور عليها. في الطريق بيقابل يونج والاتنين بيروحوا للمعبد سوا، اما روسو اخدوها الرجاله على مخزن المعبد وكانت عامله نفسها مغمى عليها لحد ما جت الفرصه ليها تهرب، بس الشيم اكتشف مكانها وعرفها ان يونج جاي دلوقتي لان في ماضي بينه وبين والدها بيربطهم ببعض، وبيحبسها الشيم في المخزن مره تانية. بيوصل يونج والامير والاتنين بيدخلوا في قتال مع رجاله شيم، لكن يونج بتهاجمه الذكريات مره تانية وبيفتكر المره دي بوضوح اكتر بعركه الجنود وان ما كانش نمر موجود انما كان كانج وهو شاف الصور بتاعه. بتقدر روسو انها تهرب وبتروح ليونج، اما الامير كان بيقاتل بكل الشراسه لحد ما بيوصل ليشي بالجنود وبيامرهم ياخدوا ولي العهد للقصر، واخيرا بتعرف روسو حقيقته. اما يونج بياخد روسو وبيهربوا بسرعه، وشيم بياخد رجالته وبيهرب هو كمان. روسو اول ما بيوصلوا للغابه بتقول له كل واحد بيروح من طريق، لكنه بيرفض وبيقول له انه مش هيبعد عنها تاني وبيقرب منها، واخيرا بيظهر مشاعره ليها. عند شيم طلب من رجالته يدوروا عند كل مشتري مشروب ويعرفوا لو اشترى من روسو مشروب في القصر بيكون الامير محبوس في اوضته، وده امر ليشي اللي وقف حراس على اوضته، وبيفتكر كلام ليشي ليه لما قال له ان خروجه من هنا هيعرضه للخطر لان رئيس المجلس عايز يوقع الملك، وبيعرفوا انه له يد في موت كانج وممكن يأذي روسو لو شافهم سوا او عرف انها بنته. عند روسو بتكون لسه مش مصدقه اللي حصل امبارح، كانت بتتكلم مع هانا وجيم ويونج بيراقبهم من بعيد، وبيقول لشوان انا ليه اللي اعرفهم خارجين عن القانون. بيقول له شوان بخوف اوعى تكون ناوي تبلغ عنهم، طبعا خايف على حبيبه جيم اللي مش معبراه اصلا، لكن يونج اصلا وقع في حب روسو وما بقاش في مجال يبلغ عنها. بيطلب يونج من هانا يتكلموا بره شويه، وبتروح وراهم روسو وبتشوفهم بيضحكوا وبتفكر ان اللي حصل بينهم بالليل مجرد حدث عادي وانه لسه ناوي يتجوز هانا عشان مستواه ومكانته. بعد ما بتمشي هانا بيروح يتكلم مع روسو اللي بتقول له انه مش محتاج يفسر حاجه لانها عارفه انه مخطوب لهانا وانا ما عنديش مشكله، بس هو بيقول لها انا عندي، بيعرفها ان من النهارده مش هتغيب عن عينه ابدا. بتحس روسو بالسعاده لانه مهتم بيها. روسو بعدها بتاخد بارك وابنها وبيروحوا اونا عشان يسالوها عن شيم وايه علاقته بيها، بتعرفهم انه التاجر اللي مسيطر على المشروب هنا واي حد بيفكر يبيع غيره بيدمره. يونج كان عند ليشي وبيساله ايه موضوع الشيم، بيعرفوا يونج ان الشيم مش تاجر عادي انما هو مهرب خمور كبير. بيطلب منه ليشي يجيب له دليل واحد عليه وهو هيبلغ الملك فورا. عند ليشي كان بيدور عند كل بائعي المشروب على مشروب روسو لكنه مش بيلاقي اي حاجه، اما يونج بيعرف روسو وبارك بانه لازم يلاقي دليل على الشيم،
فبيعرضوا عليه انهم يساعدوه عشان يلاقي الدليل اللي عايزه. بتقول له روسو ان كل حاجه بيمشيها بالرشوه، وهو بيظهر وقت ما بيلاقي حد غيره بيوزع مشروب، ودي خطتهم عشان يلاقوه، وانهم لازم يتتبعوا مكان تخزين فلوس المشروب ده. فبيت اونا بتتفاجئ ان شيم جايب رجالته عشان يفتشوا المكان لانه شاكك ان هي اللي بتشتري من روسو. وبعد تفتيش مش بيلاقي اي حاجه، لكن شيم بيفتح اوضه تشو وبيلاقيها اتجننت على الاخر، وبنعرف انه كان هيقتلها زمان واونا اللي انقذتها منه. وبتنصحه اونا انه يطلع من تحت ايد سيده لانه قريب هيرميه لما يخلص اللي عايزه منه. عند ماك كان بيتفق مع موزعين الشراب انهم ما يدوش فلوس للشيم مقابل توزيع المشروب لانهم كده مش هيكسبوا كتير، بس الكل بيخاف وبيقولوا انهم لازم يدفعوا. بيعرفهم ماك انهم هيدفعوا لكن هيرجعوا يسرقوا كل الفلوس. عند يونج كان بيحلم بالليله اللي اتقتل فيها كانج، وبيفتكر انه خرج بره ولقاه بيتبارز مع مجموعه من قاطعي الطريق، ولما كانج شافه اتشتت وواحد ضربه بالسيف في ظهره. بيصحى يونج وهو مخضوض وبيكون افتكر المره دي افضل. عند يونج اخدت كل فلوسها ومعاهم نمر باباها اللي بتحبه واللي نفس النسخه مع يونج بس مش ملونه. بتروح بيهم للحكومه وبتحرر جيم منهم وبتجيب لها تصريح انها بقت من العامه. نفس الوضع عملته بارك وابنها. يونج تاني يوم بيروح لمكتبه بس هوانج بيمنعه لانه موقوف عن العمل، بس بيدخل برضه وبيروح للقائد بيعرفه انه هيشوه سمعته ويقول انه اخذ مرتبات الجنود وبيسرق من الدوله ودي كفايه توقفه عن العمل، فمش بيكون قدامه حل غير انه يرجعه للشغل تاني. هوانج وكيم بيتفاجئوا منه وبيقولوا عليه انه مش سهل ابدا، وبيفرحوا لانهم اخيرا هيرجعوا يشتغلوا تاني بدل الملل ووقف الحال اللي هم فيه. نرجع لماك وباقي التجار وهم بيدوا الفلوس لرجاله شيم، لكن بتكون روسو اللي معاها وراهم وبيسطوا عليهم بالليل وبياخدوا العربيات والفلوس وبيروحوا المخازن شيم، لكن الحراس بيكتشفوهم. بس كان ماك قبل ما يعملوا حاجه بيهجم عليهم، بيقدروا انهم يسرقوا المخزن وبياخدوا كل ثروه شيم. وبارك بتحرر واحد من رجالته وبتقول له يروح يبلغ سيده انهم سرقوه. على ما بيوصل الخبر لشيم كانت روسو ولعت في المخزن والالعاب الناريه بدات تظهر في الجو. اما يونج كان بيراقب خروج شيم من البيت هو وهوانج عشان في الوقت المناسب يدخلوا البيت ويسرقوا الدليل اللي يدينه انه بيحفر نفق وانه صاحب مخزن الخمور القديم. واول ما بيخرج بيدخل يونج وهوانج بيراقب من بره، بس شيم كان ذكي وعرف بخطته ورجع بسرعه. الاتنين بعدها دخلوا في قتال سوا وما قدرش يونج ياخد الدليل، لكن هوانج كان اخد الدليل وراح يساعد يونج. وعرف شيم انه خسر كل حاجه، فلوسه وحريته، وقبل ما يقبضوا عليه كان هرب منهم ونط في الميه. الباقيين بيرجعوا البيت وبيقسموا فلوسه عليهم وبيقرروا يحتفلوا، لكن يونج بيرفض يشرب معاهم. بتخرج روسو وراه وبتساله ليه ما شربش معاهم، يقول لها انه مش هيشرب غير لما الملك يسمح له، وهو هيقدم طلب ليه عشان يصرح بالمشروب، وكمان طلب يسقط الاحكام من عليها. وبيسالها لو تستناه لحد ما يرجع لها بعد كل ده، بتوعده انها تستناه لحد ما يرجع، وبتفرح لانه بدا يقرب منها مش زي الاول. كان يقول لها انهم مش لبعض. عند سانج بيستنى هو وصاحبه الكل ينام عشان يهربوا، لكن بيتفاجئوا ان الحراس بيقتلوا في زمايلهم وهم نايمين لان النفق اكتمل خلاص ومهمتهم خلصت. سانج بياخد صاحبه وبيهربوا، بس صاحبه بيقع وبيطلب من سانج يهرب بسرعه وهو هيعطلهم، لكنهم بيقتلوه وبيمسكوا سانج ومحدش يعرف حصل له ايه لسه. في بيت هانا كانت بتفتكر كلام يونج ليها بانه خلاص هيفسخ الخطوبه لانها مش بتحبه، وبتبدا تفكر ازاي هتوقع جون في حبها. اما يونج بيرجع لباباه وبيبلغه انه عايز يلغي الخطوبه وبيتاسف له، لكن باباه بيقول له انهم اصلا لغوها، وبيفرح لانها اتحلت من بعيد. وزير الحرب بيبلغ قراره لرئيس المجلس وبيعرفه انه هيجوز بنته لولي العهد، لان من 10 سنين باباه هو اللي فتح باب القصر للانقلاب ومكن الملك من منصبه دلوقتي، وحقه ان بنته تبقى اميره. رئيس المجلس بيتعصب من اللي حصل وبيعرف ان العرش هيرجع لايد ليشي تاني، وبيفتكر يوم الانقلاب من 10 سنين لما كان بيحاول يحمي الامير سان وشافهم وهم بيتخانقوا معاه، وبعدها بيتفاجئوا بخبر موت سان مسموم. بيفتكر جون اللي حصل وبيطلع غضبه في التدريب، وبنشوف رئيس المجلس عند الملك وبيقنعه يجوز بنت وزير الحرب لولي العهد عشان تقدر تنبه الامير للطريق الصحيح، لانه مشي ورا ليشي هيضيعه، والناس اللي حطوه على العرش هم اللي هيحموه مش ليشي. بيسمع جون كلامهم وبيتضايق من رئيس المجلس. بتوصل رساله لروسو من يونج بيعترف فيها بحبه ليها وبيعرفها انه اكتشف البير اتسد ازاي، وقريب هيحبس ليشي وبعدها يقدروا يتجمعوا سوا. بيطلب منها تقابله عند الشجره القديمه، اما هو كان في السوق بيشتري لها مشط وكان معاه الدليل اللي يدين ليشي، لكن للاسف وهو ماشي بيقابله ليشي وهو متنكر وبيطعنه في بطنه وبياخد الدليل منه. بيسيبه ينزف لحد ما يموت وبيقول له انه كل ده بسبب فضوله، وقريب هيخلي روسو حبيبته تحصله. اما روسو كانت مستنياه عند الشجره وبيتاخر الوقت وهو لسه ما جاش، وما تعرفش ان يونج بينزف على الطريق ومحدش شايفه. اما شين بياخد الدليل وبيروح يديه لرئيسه وبيطلع مفاجاه من العيار الثقيل. ليشي بيكون هو السبب في كل اللي بيحصل، بس يا ترى بيعمل كده ليه؟ هنعرف لما نكمل سوا. المهم بياخد ليشي الدليل وبيتولع فيه، وهنا بتعرف ان شين مش ناوي يتخلص منه، فبتمشي وبتسيبه على امل انه يرجع لعقله، والاتنين بيتجمعوا ويبطلوا شغل مع ليشي. بس لما بتعرفوا سبب شيم ليه بيعمل كده هتكون مفاجاه جديده ليكم، بس تابعوا للاخر. فبيت هانا عرفت من الخادمه ان باباها رشحها للجواز من ولي العهد، وهي طبعا ما تعرفش انه نفسه الشاب اللي بتحبه، وقررت تهرب عشان ما تتدبسش في جوازه ثانيه، وطلبت من الخادمه ما تقولش لباباها. اما يونج فكان بينزف على الطريق لوحده. عند الملك كان ليشي بيحرض الملك على المجلس بسبب تهريب الخمور اللي جوه البلد على انها سلاح، وبيعلنوا ان روسو هي اللي حفرت النفق لتهريب المشروب، وبتصبح روسو
روسو مطلوبة للعدالة بسبب ليشي. جون لما بيعرف بيقول ان ده مستحيل انها تعمل كده، وبيطلب من ليشي انه يقابلها لكنه بيرفض، وبيوعده انه هيتصرف لإيداع بنت صاحبه وهيحاول يخرجها من المشكلة دي. اما شيم بيروح لبيت ماك وبيضربه عشان يعرف جاب المشروب منين. على البوابات كان الكل بيتفتش عشان يلاقوا روسو، ومنهم الملكة اللي زعقت معاهم بسبب اللي بيعملوه. اما هان بيعرف من الخادمة ان بنته هربت من البيت، وبنشوف ان هانا راحت لبيت روسو وقضت اليوم معاهم. اما بارك فقررت تهرب وتهرب روسو لان الوضع بقى خطر عليها هنا، بس هي كانت رافضة لانها ما شافتش يونج من امبارح ومش عايزة تمشي وتسيبه، وهانا قررت تهرب معاهم. في قسم التفتيش بيوصل خبر اختفاء يونج لكيم، والكل بيقلق عليه، حتى جون لو بيعرف بيقلق. لكن بعد شوية بيجي لهم خبر موته وانهم لقوه ميت في النهر. لما بيروح هوانج يشوف الجثة بيتخض لانها كانت مشوهة، بس كان معاها بطاقة تعرف يونج، وبيفضل يعيط عليه ومش مصدق انه مات. عند الملك كانت حالته الصحية بتسوء يوم عن يوم، وليشي بيوقع بينه وبين الملك، ولما بيعرف بخبر موت يونج بيتضايق جدا وبينهار لان الماضي بيعيد نفسه. بيقتلوا اتباع اولاده وبعدهم اولاده. عند روسو كانت هتهرب على المركب، بس بتسمع خبر موت يونج من الناس وبترجع القرية تاني. بنشوف ذكرى من يونج وهو في المعبد، المرة دي كانت اوضح من كل مرة. بيشوف نفسه وهو خارج من المعبد وكانج بيقتل قطاع الطرق، لكنه شاف وواحد منهم استغل انشغاله وضربه في ظهره، بس كانج قاوم واخد يونج حطه في السرداب عشان يحميه، واداله النمر بتاع راسه عشان يسكت. بعدها راح كمل قتل في قطاع الطرق لحد ما وصله الشيم اللي طعنه اكتر من مرة بس بسكينة قصيرة، لكنه مات بطعنة نافذة في الرئة. وبيظهر ان في شخص تاني ناداه كانج بجنابي وقال له ازاي يخونه ويخون الملك وبعدها قتله. بيصحى يونج من الكابوس وبيظهر انه لسه عايش، وانه اونا اللي انقذته وزيفت موته للناس عشان تديله فرصة ينقذ روسو ويوقف ليشي عند حده. وبيعرف شوان انه سيده لسه عايش وبيفرح. عند سانج بنشوفه هو وماك وهم مخطوفين بيترحلوا عشان يحفروا في نفق تاني. عند جون كان زعلان جدا ومنهار من موت يونج اللي اعتبره صاحبه وقال له على كل اللي بيضايقه. عند هوانج وكيم بياخدوهم مجموعة من الستات وبيروحوا بيهم على بيت اونا، وهناك بيتفاجئوا ان يونج عايش وبيفرحوا جدا. هو بيعرفهم ان روسو بريئة لكنهم مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه. بيقول لهم ان الحل انهم يقبضوا على شيم ويخلوه يعترف. اما روسو كانت في الوقت ده بتحاول تعدي البوابات عشان تطمن على يونج، وكان معاهم هانا اللي بتقترح عليها تاخدها رهينة، بتهدد الحراس بيها عشان تمر، وبتسيب رسالة معاهم لباباها. بيعرف ليشي باللي حصل وبيتفاجئ من جرأة روسو. اما هان بيغمى عليهم من اللي بيحصل في قصر الامير، بتساعده والدته انه يهرب من القصر. بنشوف روسو هي واللي معاها بيجهزوا نفسهم للقبض على شيم اللي كان بيقابل ليشي، اللي بيقولوا انهم خسروا الفلوس بس لسه النفق موجود ويقدروا يبنوا نفسهم من تاني. اما روسو بتخرج عشان تروح عزا يونج وبتلبس جيم وهانا زيها عشان يشتتوا الحراس، لكن شيم بيجري ورا واحده منهم، وقبل ما يعمل لها حاجه بيوصل الامير عندها وبيدخل في قتال مع شيم. بنعرف ان اللي بيحصل بمعرفه وزير الحرب اللي راح له يونج وعرفه ان بنته اللي سرقت ختمه وانه هيرجعها للبيت سليمه، وتوافق كمان على الجواز لو ساعده انه ينزل الاحكام اللي عليها. طبعا يونج راح له متنكر وتفاجئ هان انه عايش اصلا، وبنعرف ان اللي لابس لبسها كان هوانج. اما عند شيم فاللي مسكها كانت هانا، وتفاجئ الامير انها مش روسو. بتوصل الشرطه وبتاخد الامير، ووقتها بتعرف هانا انه ولي العهد وبتفرح لانها مرشحه للجواز منه. اما هو بياخدها وبيهرب بعيد عن الكل. روسو في وقتها كانت في عزا يونج وهو اصلا وسط الحراس، ولما التابوت اتحرك شافت انه فاضي ووقفت. وقتها قدر يونج انه يشوفها وقال لها اخيرا لقيتك. اخدها عشان ينقلها المكان امان، وتفاجئ الامير وهانا انه لسه عايش. اما بارك فكانت ورا الشيم وضربته رصاصه بعد ما عرفت انه اللي قتل ابنها التاني. يونج بعدها بياخد هانا يرجعها بيتها، وهي بتديله النمر بتاع راسه وبتعرفه انه وقع منها. هنا بيعرف انها بنت الراجل اللي انقذه زمان. بيجري يقابلها في المكان اللي مستنياه فيه وبيتاسف لها وهي مش فاهمه بيتاسف ليه. عند نعم بيوصل له خبر ان ابنه مات ورجع عاش تاني، وبيغمى عليه من كتر الاحداث الغريبه. لكن بيعرف ان ابنه اترقى بعد ما قدم دليل ادانه شيم للملك اللي كافئه بانه خلاه رئيس المفتشين بدل كيم، وكمان اداله رمز استدعاء الجيش. اما عن روسو فاخدها البيت امان لحد ما يقبض على شيم. عند جون بيوصل له تقرير تشريح كانج وبيسال نفسه ليه اتستروا على تقرير موته، وبيعرف يونج باللي عرفه وبيشك ان موت كانج له علاقه بموت اخوه. عند ليشي بيقابل يونج وبيحاول يعرف منه مكان روسو، لكنه بينكر انه شافه اصلا وقال له ان في ناس سرقوا هويته واغمى عليه، ولما فاق لقى الاشاعات عن موته. بيرجع يونج منصبه وكيم بيحرمه لانه القائد دلوقتي، لكن يونج بيقول له لسه شويه وبيطلب منهم يساعدوه في القبض على شيم. بيروح بعدها الاونع لان هي اللي تعرف عنه كل حاجه، بتعرفه انها شافته لما كان طفل مشرد وساعدته، وبعدها هرب من عندها وما شافتوش تاني الا لما كبر وحاول انه يقتل صاحبه المكان الاولى، لكن هي منعته لان هي اللي ربتها وانكرت انها تعرف مكانها، وبتقول له انه لازم يثق فيها لان هي اللي انقذته من الموت. بيكون شيم جوه بيتعالج وبيتصدم انها انقذته. بتقول له انها عملت الصح لان يونج اللي هيخلصهم من ليشي ولازم يتحرر منه لانه في يوم هيتخلص منه. بيوصل واحد من رجاله شيم بيتهم اونا بالخيانه، وبيعرف شيم ان هي اللي زورت موت يونج. بيساله مين تاني يعرف، بيقول له انا بس، فبيخلص عليه علشان يحمي اونا، وبيقول لهم من النهارده كل حاجه هتتغير. عند بيت روسو بيكون شوان قاعد مع جيم وبيعترف لها بحبه انه عايز يتجوزها. اما روسو كانت بتتفرج يونج على رسمتها لشيم وبتقول له
بيقولوا انهم هيحطوا مبلغ كبير على راسه، بكده كل القريه هتطرده. بس يونج بيقول لها سيبك منه وانا اللي هقبض عليه. بيروح يونج بعدها يراجع تقرير تشريح جثه كانج، وبيعرف ان اللي قتله مش طعنات شيم، يعني كان في حد تاني هو اللي قتله. عند يونج بيعمل ليشي خطه وبيوصل له دفتر ادانه مكتب للحظر انه بياخد رشاوى، وبيقرر الملك انه يقبض على كل اللي فيه. بنشوف جون وهو قاعد مع روسو بيقعدوا يشربوا سوا، وبتحكي له عن باباها. لما بيرجعوا بيلاقوا يونج مستنيهم وبيزعق لهم. بيقول لجون انه بيعرض روسو للخطر، بس روسو بتتعصب عليه وبتقول له يمشي لانه مش مهتم بيها. بتسيبهم وهي بتعيط، وجون بيقول له انه غبي لانه عيط البنت اللي بتحبه، وهو لو مكانه ما كانش عمل كده. بيحذروا انه لو ما اعترفلهاش بحبه هياخدها للقصر ويتجوزها. بيروح يونج يصالحها وهي بتتاسف لانها اتعاملت زي الاطفال، لكن هو بيفهمها ان كل ده بسبب خوفه عليها. واخيرا هي بتعترف له بحبها وهو بيكون مبسوط. في القصر كانت الاختبارات لاختيار عروسه شغاله، ومنهم كانت هانا اللي وقفت في صف السعيده ليه. وجون لما بيعرف انها في الاختبارات بيروح يشوفها، وهي بتساله لو جاي يدور عليها، لكنه بيقول لها انه مش بيحبها وما تحاولش تقرب منه. هي بتقول له انها مش ناويه تشحت الحب منه، لكنها تخليه يحبها ومش هيعرف امتى حبها. بيحس جون باحساس غريب ناحيتها، خصوصا انها واثقه من نفسها. عند يونج بعد ما مكتب الحظر اتقفل كان شاكك في اللي بيحصل، خصوصا ان الموضوع كان سهل، وبيشك ان ليشي له يد في الموضوع، وان هو اللي ساعد شيم زمان لما وصل القريه. كل ده كان في عام القرد وقت موت الامير سان والحارس كانج. بنشوف الشرطه بتهجم على بيت روسو بيفتشوه، لكنها بتهرب قبل ما يمسكوها. اما عند يونج بيرجع مكتب الحظر يدور على ادله، لكن بيتفاجئ ان ليشي جاي وراه، وشكه بيتاكد ان ليشي وراه سر كبير هو وشيم، لانه بيحاول يداري عليه بكل الطرق. بتقدر روسو تهرب من الشرطة وبتخبيها الملكة في عربيتها، ولكن مش بتكون عارفة انها الملكة. عند يونج بيبدأ يسأل ليشي عن كل شكوكه، فبيعرفوا ليشي ان مكتب الحظر اتعمل اصلا عشان يبنوا جيش خاص بالملك، لان المجلس كان ناوي يخونه، وبيعرفوا ان اي بحث في الموضوع ده هيعتبر خيانة للملك. اما الملكة بتخبي روسو في بيت يخصها، وبتبعت مع خادمتها رسالة ليونج تطمنه عليها. بيجري على المكان اللي هي فيه، لكن روسو قبل ما تهرب لقيت النمر بتاع والدها في حاجات يونج. ولما بيوصل يونج عندها بتسأله عن علاقته بيه، بيحكي لها يونج كل اللي حصل، وبتعرف ان شيم هو الشخص اللي قتل باباها، وان هو اللي انقذه من الموت في الليله دي. بنعرف ان النحت اللي تحت النمر دليل اسم معين. اما ليشي كان بيفتكر يوم بدايه كل ده وهو وقت وفاه سان. كانت القريه بتشرب وبتحتفل عادي، لكن الملك ما تحملش اللي بيحصل، وليشي سخنه اكتر. قال له يحظر المشروب تأديبا ليهم، وكمان هحافظ على الرز. من بعدها بدأ ليشي يتمكن من كل قرارات الملك وينقل له اللي عايزه. بس تاني يوم جون بيحذر رئيس الشرطه انه يقرب من بيت يونج. بيرجع يونج عند روسو اللي سالته لو لقى شيم، لكنه قال لها لا، وعرفها ان موت باباها وراه سر كبير، لان المفتش اللي حقق في قضيته اتقتل، كمان الطبيب الشرعي اتقتل، وقائد الجيش اتقتل. يعني في شخص بيحاول يمحي كل الادله اللي توصل لهم لحقيقه موته، لان اكيد في سر كبير وراه وهو هيعرفه لما يلاقي الشيم. لكن روسو كان عندها راي تاني، وقررت تعرف المملكه كلها ان الشيم اللي قتل والدها، ووزعت منشورات في كل المدينه ان الشيم اللي قتل باباها، ووصل الخبر لليشي اللي اتجنن من اللي بيحصل. اما اونا لما بتعرف الخبر بتروح لتشو وبتسالها لو تعرف كانج، وان ده السبب اللي كان شيم هيقتلها عشانه. بتقول لها تشو بكل جنون ان الجنابي عايز يقتلها زي ما قتل كانج. اما يونج لما بيعرف اللي بيحصل بيستدعي يونج وبيطلب منه يحقق في الموضوع بسريه، لانه بدا يشك في ليشي لانه بيعمل حاجه من وراه. بتوصل المنشورات لسانج اللي بيقرر يهرب مع موك بالليل، بيصحيه بالليل فعلا عشان يهربوا. بنشوف شيم وهو بيقابل ليشي اللي بيهدده انه لو ما قتلش يونج يعتبر نفسه ميت. اما عند هانا فبنعرف ان الامير اختارها تكون مراته، لكنها بتزهق من القعده في القصر وبتخرج تتمشى. بس بتسمع الرئيس العسكري بيتكلم مع خادمه الملكه، وبيقول لها لازم يهربوا عشان هيتكشفوا، وقريب هيعرفوا ان ليهم علاقه بموت سان. هانا لما بتقابل الامير بتحكي له على اللي سمعته عند طبيب الملك. بيعرف ليشي ان الملك حالته بتسوء ولازم يغيروا العلاج، بس ليشي بيقول له ما يقولش كده قدام الملك، وانه بخير وهو هيغير الفنجان اللي بيشرب فيه. عند يونج بيقدر يعرف ان شيم كان بيستعين بالسمك عشان يخفي المشروب تحته. بيستجوبوا بياعين السمك تاني يوم، وبيعرفوا من واحد فيهم هو كان بيودي لهم المشروب فين. بس دي كانت خطه من شيم عشان يقبض على يونج، وبيطلع انه كمان من شيم عشان يقتل يونج، وبيكون مستنيه بحراس كتير. بس اللي ما كانش يعرفوا ان يونج كان عامل حسابه ومبلغ روسو وعصابتها اللي بيهاجموا المكان وبتدور معركه بينهم. لكن شيم بيهرب وبيطلع وراه بارك وروسو، لكنه بياخد ماك اسير وبيهددهم بقتله. بس بيدخل يونج بينقذه، بس شيم بيحاول يقتل راسه، بس بارك بتفديها وبتاخد الطعنه بدلها. بيهرب شيم وبيجري وراه يونج. اما بارك بتقول لراسو تروح تساعد يونج وتنتقم لها من شيم. بعدها بتموت وبتروح يونج تساعد اللي كان شيم خلاص هيوقعه من فوق التل، لكن بيظهر ليشي اللي بيضربه اكتر من سهم في صدره وبيقتله،
وقبل ما يقع بيمسكوا يونج وبيسألوا مين اللي قتل كانج، بس بينكر وبيقول له ان هو اللي عمل كل حاجة لوحده، وبيقع شيم في النهر والسر بيموت معاه. اما روسو كانت رايحة ليونج بس تونج بيمنعها وبيقول لها تبعد وانه بيعمل شغله بس. بتوصل الشرطة وبتساعد يونج وليشي بيطلع بطل قدامهم. عند سانج وماك بيقدروا يضحكوا على الحارس انهم هيدوا من المكافأة لان روسو تبقى اخت سانج اللي معاه ده، بس بعد ما بيخرجوا بيضربوه وبيهربوا منه. في بيت ليشي كان مع تونج وبيسألوا لو لقى جثة شيم، بيقول له ايوه وكمان دفنها، فبيقول له يكمل شغله في النفق. كان يونج بره وبيسمع كلامهم، ولما بيعرف من الخادم انه كان هنا بيتعصب عليه لانه خاف يكون سمعهم. تاني يوم بيروح يونج للملك وبيعترف انه هو اللي كان شاهد على موت كانج. بيحكي له اللي حصل في المعبد يومها وانه كان طفل صغير. بيعرفه ان اللي قتله كان سياسي لانه كان لابس لبس الحداد على سان وناداه كانج بجنابي، والكل حاليا عايز يعرف مين جنابي. الملك بيطلب منه يحقق في الموضوع بالسر لانه مش واثق في حد حاليا. اما عند روسو كانت بتدور في دفاتر باباها عن جنابي ده. عند جون بيعترف له ليشي ان هو اللي قتل كانج وكمان قتل سان عشان يحكم هو. بيهددوا انه لو ما بعتش يونج وروسو عن التحقيق في الموضوع هيقتلهم. بيتصدم جون من اللي بيحصل وبيخاف على والدته واصحابه. اما ليشي بيعرف الملك انهم لقوا اللي سمم سان وبيأمر بالقبض على رئيس الجيش وبيعذبه عشان يعترف، لكن يونج مش بيكون بيصدق ان هو اللي قتل الامير. لكن جون بيحذره انه يدور ورا الموضوع وانه خلاص خلص. بيوصل الخبر لروسو اللي بتحس ان حق باباها رجع، وتاني يوم الملكه بتستدعي روسو وبتتفاجئ روسو ان هي الست اللي ساعدتها. بتديها الملكه دفتر الحراس بتاع باباها اللي كان بيحقق فيه في موت سان، وبتعرفها انه امنها عليه من 10 سنين ووصاها لو حصل له حاجه تسلمه ليها لما بتكبر، وقالت لها ان ده الوقت المناسب اللي تاخد فيه الدفتر وتحل لغز وفاه الامير وباباها. وهي خارجه كان ليشي هيشوفها وبيلحقها جون وبيزعق ليونج لانه بيعرضها للخطر، لكن يونج بيقول له ان في حاجه متغيره ومخبي حاجه. عند ليشي بيتفاجئ برئيس المجلس بيقتحم بيته عشان يقتله لانه خاين واثبت انه بيدير الدوله من ورا الملك، لكن ليشي بيصدمه انه زور عريضه بخطه بيعترف فيها بخيانه الملك، وبيقول له انه هو اللي علمه يعمل كده الاول لما خلاه يكون الامير اللي كان بيخدمه الاول. بيخاف رئيس المجلس وبيرجع بيته تاني يوم بيلاحظ يونج ان صوره روسو المطلوبه فيها مرسومه بدقه، وبيدور على اللي رسمها وبيساله مين اللي طلب منه يرسمها. بيعرفه انه كان خادم لشخص عسكري وعنده 6 صوابع. بيفتكر يونج ان خادم ليشي هو اللي عنده 6 صوابع، وفعلا بيتاكد من شكه لما بيشوفه. بيطلب من الخادم يقابل ليشي. اما روسو بتروح تقابل اونا وبتسالها تعرف ايه عن موت باباها لان كان ليها علاقه بشيم. بتاخدها لتشو لان هي اللي هتفيدها، وبتعترف تشو لروسو ان ليشي هو جنابي وهو اللي قتل الامير وباباها. بتتصدم روسو من الاخبار دي وان صاحب والدها اللي قتله. في بيت ليشي اللي كان بياخد دش بيطلب يونج يقابله. بيستنى في مكتبه بس بيدور على اي دليل يدينه، وبيلاحظ الحبر اللي اتكتب بيه قبل كده اتهام روسو، وبيقدر يلاقي الفناجين المسممه اللي بيستخدمها في قتل الملك. لكن ليشي بيدخل عليه وبيلحق يونج نفسه بسرعه قبل ما يشوفه. بياخدوا ليشي على اوضته افضل. من كلام يونج مع ليشي واصراره على الوصول لروسو بيتاكد انه خاين وبيقتل الملك، بس ليه قتل كانج ده اللي عايز يعرفه. بيروح بعدها لروسو اللي بتقول له انها عرفت الحقيقه وان ليشي اللي قتل باباها ولازم تنتقم منه. عند ليشي كان في المعبد وبيبص للوحه وبيرجع فلاش باك وبيفتكر لما كان بيرسمها وبيلونها، وبنت سيده رسمت معاه ومن بعدها وقعت في حبه ودخلوا في علاقه سوا. بس لما باباها عرف عاقبهم وقال لها تختار تعيش ولا تموت معاه وعشان تحمي نفسها بتقول انه اغتصبها، وبيعاقبوا ليشي جامد وبيختموه ختم ناري. من بعدها قرر انه يخون سيده ويسلمه للملك، وفعلا بيتقبض على سان وبيتعاقب هو وعيلته. وليشي بيمسك منصب في الدوله بفضل رئيس المجلس اللي ندم حاليا على اللي عمله زمان لانه هو اللي صنع ليشي، وبعد كل الظلم اللي حصل له قرر انه ينتقم من الكل. بنشوف يونج وهو بيعرف جون باللي حصل، بس جون بيقول له ان ليشي بريء والقاتل الحقيقي اتمسك، وبيأمر الحراس انهم يقبضوا عليه، وكمان بيأمر انهم يقبضوا على روسو ويحجزوها في القصر. ولما روسو بتقابل ليشي بتواجهه وهو مش بينكر وبيقول لها ان باباها اللي اتخلى عنه الاول رغم انه عرض عليه يتحدوا ويكونوا اقوى. بيهددها انها لو ما بطلتش تدور على الحقيقه هتموت. بيعرفها ان سبب قتله لسان انه مرضيش يتحد معاه ويمنع المشروب وقتله بالسم البطيء، بس كانج اللي اكتشف الموضوع لانه عرف ان اللي دخل الماده هو ليشي، وطبعا هدده انه هيقول للملك فما كانش قدامه غير انه يقتله. جون اخيرا بيجي لروسو اللي لما بتعرف انه بيساعد ليشي بتطرده وبتقول له يبعد عنها لانه شبهه، بس ما كانتش تعرف انه بيعمل كل ده عشان يحميهم. وبيروح ليونج يقنعه يبطل يدور ورا ليشي لانه هيأذيهم. عند هوانج وكيم بيفتكروا الرساله اللي سابها لهم يونج وقال لهم لو اختفى فجاه يسلموها للملك شخصيا. بيروحوا هناك وبيتفاجئوا ان شوان لابس زي الحرس وكان جاي عشان يهرب يونج وروسو، وبيقدر انه يساعدهم يدخلوا للملك اللي بعد ما بيستلم الرساله بيعرف بكل جرائم ليشي وبيواجهه بيها، لكن كان السم متمكن منه. وبيشيل ليشي القناع قدامه اخيرا وبيظهر على حقيقته وبيعرف الملك انه قتل ابنه وبيقتله بنفس السم البطيء. من بعدها هيستخدم جون الضعيف ويحكم من خلاله بعد ما يقتل الملكه. طبعا بيتصدم الملك لكن ما بيقدرش يعمل اي حاجه لانه مسمم. بينام بعدها في السرير وحالته بتكون وحشه جدا.
عند اونا بنعرف انها لقت شيم وبدات تعالجه من جروحه، بتقول له انها حذرته من ليشي وغدره. في القصر هانا بتروح لجون وبتتخانق معاه لانه حبس يونج وروسو، وبتقول له انه لازم يساعدهم، بس هو بيحكي لها على كل حاجه وبيعرفها باللي ليشي عمله وانه لو اتكلم هيتعزل من منصبه. بتقول له مش المهم اكون معاك، وبتاخده عشان ينقذوا اصحابهم. بس بيروحوا للملكه قبلها بيعرفوها اللي بيحصل، بعدها بيأمر جون باعدام يونج بره القصر، لكنها كانت خطه منه بيهربوا بيها. وبعدها بيهرب روسو وبيوقف الحراس وليشي انهم يحصلوهم. بتوصل روسو عند يونج وبياخدها وبيروحوا لاونا عشان تمكنوا من مصانع المشروب اللي هيشغلوها تاني وتكون ضربه ليشي، وبيستولوا فعلا على مصانع ليشي. وهناك بتقابل روسو اخوها اللي بيكون وحشها جدا. في القصر بيأمر ليشي بحبس جون في قصره، اما عند روسو ويونج بيقرروا يعلنوا الحرب والانقلاب على ليشي. تاني يوم الاخبار بتنتشر وليشي بيصدر منشور ان يونج هرب مع روسو وحاليا الاتنين مطلوبين للعداله، وبيؤمر بجمع كل المجرمين وتنزيل اقوى العقوبات عليهم. بجانب ده ليشي بيعزل الملكه في قصرها وبيمنع اي حد يدخل عندها، وبيؤمر بجمع كل الخونه من وجهه نظره في المجلس، واي حد بيتاجر في المشروب بيتحبس وبياخد اقصى عقوبه. عند سانج كان مع اخته، ولما عرف ان ليشي هو اللي قتل باباه اقسم يخلص عليه. اخته بتساله يوم موت والدهم ما لاحظش اي حاجه عليه، قال لها انه كان بيكتب وقطع صفحه من دفتر الحراس وكان متوتر جدا، وقال انه رايح معبد مانجول. يونج وروسو بيروحوا للمعبد فورا وبيدوروا هناك على اي دليل. بيلاحظ يونج ان اللوحه اللي في الجدار عليها نقش، ولما بيدور جواها بيلاقي الصفحه اللي قطعها كانج كان مكتوب فيها اعتراف كانج ان ليشي خاين وانه هو اللي قتل ولي العهد سان عشان يخلي الملك يمنع الخمور، بعدها يسيطر على الامير الصغير ويحكم هو من خلاله بعد ما اكيد هيقضي على الملك الاول. وبيعترف كانج ان سان مات مسموم بعشبه خضراء. وبيفتكر يونج فنجان الملك واللي كان له نفس اللون. بيعرف وقتها ان ليشي بيسمم الملك من وقت طويل بالبطيء عشان محدش يشك في موته المفاجئ، وبيقول له روسو انه لازم ينقذ الملك من ليشي. كل ده كان بيفتكر فيها احداث موت كانج من صاحب عمره. عند الملك بنشوف لي وهي بتديله السم بعد ما ليشي هددها انه يقضي على ابنها وهيتهمها في موت سان. بنشوف اونا وهي بتعالج شيم بس قررت تسيبه وتروح تقدم عرض بالسيف لليشي، لكن ما كانش ابدا غرضها العرض انما الانتقام. بنشوف يونج وروسو وهم بيحضروا المشروب عشان يوزعوه على كل القرية لان دي حاجة هتعصب ليشي وهيظهر وشه الحقيقي وقتها. في القصر كانت الامور مش طبيعية، وجون كان عايز ينقل الختم الملك للملكة لانه لو وقع في ايد ليشي هيدمر المملكة. بالليل بيكون العرض شغال وليشي ضيف فيه وبيستغرب ان اونا هتقدم عرض بالسيف ليه. بتطلع على المسرح وبتبدا عرضها، لكن في كل مرة كانت هتقتل ليشي وبتقف والكل بيحس انها بتهدده، وبيوصل للشيم وبيمنعها في اخر لحظة انها تقتله، لكن هي بتزعق له وبتقول له ان الشخص ده ما يستحقش يعيش. بيأمر ليشي بقتله بس اونا بتحذره وبتقول له انه يبقى ابنه. وبنشوف نفس العلامة اللي في ظهر ليشي في ايد شيم، وقال شيم ان والدته هي اللي عملتها له قبل موتها، عرفته ان والده هيعرفه بالعلامة دي لوحده، لكن شيم بيقول له انها اتخلت عنه وانه ملوش اولاد. وبيقتلوا شيم قدام باباه اللي مش بيتحرك، لكن اونا بتلعن ليشي وبتقول له انه هيندم على كل اللي عمله وبكره مش هيلاقي حد جنبه وهتكون نهايته بشعة، وبتقتل نفسها جنب حبيبها اللي انتظرته سنين يكون معاها. عند يونج وروسو بيبدا الفريق ينفذ خطته في توزيع المشروب لدرجة انهم بيملوا بير قديم بالمشروب وكل الناس بتشرب منه. لما ليشي بيعرف بيأمر بأسر 3 أشخاص من اللي بيشربوه عشان يعدمهم، وقتها الشعب كله هيخاف منه. وتاني يوم بيقدم ال3 للإعدام، وبيكون السياف مستني أمر ليشي بقتلهم. في الوقت ده كانت روسو اللي معاها متابعين اللي بيحصل والشعب معاهم والكل بيستنكر اللي بيحصل للناس، وجيم بتحذر روسو انها تعمل اي حاجة لحد ما تيجي الإشارة ليهم. الإشارة دي هتيجي من يونج اللي اقتحم قصر الأمير عشان ينقل الخدم الملكي للملكة ويرجعوا المملكة من انقلاب ليشي. ووقت الحراس ما بتجري وراهم بتقرر روسو تنفذ خطتها وهي انها تحرض الشعب على ليشي. الناس فعلا بتبدأ تثور عليه بسبب اللي بيحصل. الكل بيتفاجئ بروسو اللي بتتهم ليشي بقتل باباها لانه اكتشف انه هو اللي قتل الامير سان. بياخد ليشي سيفه عشان يقتلها لكن الناس بتقف له. في الوقت ده كان يونج وصل بالختم الملكي للملكة، لكن قبل ما يدخل لها حد مسكه. نرجع لليشي اللي امر الحراس بمحاصرة الشعب وقتل اللي يتمرد لحد ما بيوصل وزير الحرب هان وبيوقفه بتهمة قتل الامير سام والحارس كانج، لكنه بيطلب انه يتكلم مع الملكة بنفسه. بياخدوه للملكة وبيتفاجئ ان جون مش موجود لانه هرب مع هانا عشان ليشي ما يقدرش انه يسيطر عليه، وان الختم الملكي وصل للملكة. مش بس كده، ده الملك كمان لسه عايش وليه ما قدرتش تديله السم لانه في الاخر جوزها وما تقدرش تقتله. واخيرا كل جرائم ليشي بتتكشف قدام الكل ووش الملك اللي كان لابسه بيظهر للكل. وقبل ما يأذي حد كان يونج جرح رجله عشان يسيطروا عليه. اما جون وهانا كانوا مبسوطين انهم بعدوا عن القصر خلاص بعد ما تم جوازهم طبعا، وقع جون في حب هانا. بعدها بنشوف الكل بيحتفل بانتصارهم على الظلم. اما يونج بيروح بعدها ليشي وبيديله الرسالة الأخيرة لكانج، بيعرفه انها ما كانتش رسالة اعتراف بجرايمه بس، انما كانت رسالة وداع لصاحبه الوحيد. بيقرا ليشي الرسالة وهو ندمان
ندمان لان فعلا كانج اللي عامله كانه من العامه، مش عبد زي الكل ما كان بيعامله، لكن هو طعنه وخسر ليشي كل شيء خصوصا صديق عمره كانج. وبيفتكر ليشي كلام اونالي انه هيخسر كل شيء وهيندم في النهايه. تاني يوم بياخدوا ليشي للاعدام عند السياف، بعدها كل واحد بيعيش حياته زي ما يحب. يعني جون بقى يخرج براحته، واخد معاه هانا اللي ده كمان كان حلمها، والملكه اللي تولت الحكم لان الملك حالته الصحيه وحشه. كمان جون اتنفى من منصبه حسب طلبه منها. اما سانج اتوظف مكان يونج اللي استقال وقرر يشوف شغل تاني يمكنه انه يقعد مع روسو. اما ماك اخيرا رجعت له ذاكرته ورجع يجري ورا روسو تاني. في الاخر بطلنا بيعترف بحبه لروسو وبيطلب منها الجواز، ولحد هنا بتخلص قصتنا بعد ما كل حاجه رجعت لاصلها. سلام.